طيب في الأول يا شباب برحب بكل الحضور. مش عارفة معانا ناس من الناس اللي متعودة تدخل معايا على طول ولا لأ، بس في جروب كده دايما بيدخل المحاضرات وبكون سعيدة جدا بتواجده. وعارفة إن معانا ناس جديدة بدأت تتابع المحتوى، ودي ممكن تكون أول محاضرة تحضرها. أتمنى المحاضرة تفيدهم. أنا عرفتكم بنفسي على الجروب، وممكن أبعت لكم كل ده تاني بعد ما نخلص بإذن الله. خلينا بس ندخل في التفاصيل على طول علشان عايزة المحاضرة تكون محددة. وما اطولش عليكم وتستفادوا يعني بالشكل المناسب. آه، ماشي، اللي مش سامع الصوت بس يا ريت حد يساعده يكتب له ان هو يعمل جوين اوديو، لان في ناس بتبقى ممكن ما اتعاملتش مع الزوم قبل كده قوي، فاستاذنكم بس نكتب له اعمل جوين اوديو من عندك عشان تقدر تسمع. طيب بصوا يا شباب، احنا دايما الهدف من المحاضرات المجانيه للناس اللي اول مره تحضر معايا ان احنا ايه بنعمل كده فيها سبوت، وبنوضح الطريق في مجال الديجيتال ماركتنج. ومعانا دكتور اسماء بتتكلم في الفيديو اديتنج. ليه بقى؟ لان انا دايما بشوف ان المجال ده دلوقتي من المجالات المطلوبه جدا جدا في الشغل. ناس كتير ما عندهاش فكره عن التفاصيل، او ناس كتير عارفه الديجيتال ماركتنج وفاهمه تقول لك هشتغل على السوشيال ميديا، بس انا برضو مش عارف اعمل ايه. انا بسمع مجال يقول لك كتابه محتوى ومجال اعلانات، وعايز حد يمسك لي البيزنس. انا مش انا عارف الحاجات دي، بس بتعملوا ايه او بتشتغلوا ايه؟ فده بيبقى الهدف دايما ان احنا نعرف الدنيا ماشيه ازاي. دي اول حاجه. والنقطه الثانيه يا شباب، ودايما باكد عليها في كل محاضره مجانيه بعملها والله، ودي تبقى من قلبي جدا، ان انا بشوف ان يعني الناس كلها بتدور على شغل اضافي او عايزه مصادر دخل. ففكره الفريلانس هي الحل للمشكله دي. يعني انا ما بتكلمش على فكره على الديجيتال ماركتنج تحديدا خالص، انا بس بما اني متخصصه فيه فانا بدي السيشنز اكيد فيه وبتكلم عنه. لكن لما بنصحك ان انت تتعلم وتدخل مجال الفريلانس اللي هو العمل الحر، انك تقدم خدمه اونلاين، بتكلم دايما شوف الحاجه اللي تناسبك، اللي تناسبك. وبالفعل عامله ده ومقدمه على اليوتيوب عندي. عشان الناس اللي هي متابعيني لسه جديد، مقدمه على اليوتيوب محاضره كامله، فيديو كامل بتكلم فيه بالتفصيل عن يعني ايه فريلانس وايه مميزاته وايه عيوبه، لان هو زي اي حاجه فيها مميزات وعيوب. انا مش بكلمك عن الجزء الايجابي فقط علشان خاطر تدخل وتاخد حاجات معينه، لا، بوريك ان في حاجات هتعدي بيها وفي صعوبات هتقابلها. فبقول لك المميزات والعيوب ويعني ايه فريلانس اصلا. وبقول لك كمان في ايه المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها، مش شرط ديجيتال ماركتنج خالص في المجال اللي انا بدرس فيه، لا خالص. بوضح لك كل المجالات وبقول لك شوف اللي انت مرتاح له واللي انت شايف ان قدراتك ومهاراتك هتمشي معاه وابدا ادرسه. والله ارتحت للديجيتال ماركتنج تقدر تشوف السيشنز بتاعتي او الفيديوهات، ولو حابب تشرفني في كورس تمام جدا. فده بيبقى هدفي من المحاضرات المجانيه، ان احنا نعرف نقدم خدمات فريلانس. وبتكلم دايما في الموضوع ده لان الناس فعلا كلها بتدور على شغل، وده حاجه بتخلي الموضوع اسهل. اتعلم مهاره وابدا اشتغل. خلاص، وعامله السيشن لو حابين تشوفوها. ممكن بعد ما نخلص ابدا احط لكم على الشات لينك هو الصوت تمام يا شباب؟ انا مش عارف يعني دايما تقعدوا تقولوا لي الصوت الصوت فببقى عايزه اركز في اللي انا بقوله. يعني اعتقد لو الصوت عند حد بس مش واضح دي تبقى من عنده. انا كده كده بتكلم من مايك دايما، فانا بتكلم من مايك عشان الصوت يبقى عالي، وانا بطبيعتي صوتي عالي ببقى اكتف يعني. طيب يلا بينا عشان ما شتتكوش. فممكن لما نخلص احط لكم على الشات لينك قناه اليوتيوب عشان تشوفوا محاضره فرانس اللي بكلمكم عنها، وندخل بقى في تفاصيلنا احنا النهارده. فانا كده حبيت اقول لكم بس ايه الهدف بيكون من المحاضره المجانيه، لان المحاضره المجانيه طبعا ليها مده معينه، واكيد هنعرف نعمل فيها يعني سبوت على نقاط محدوده، تمام؟ بس ان شاء الله يكون فيها افاده. طيب النهارده بقى احنا داخلين نتعلم ايه؟ تمام، يلا بينا. داخلين نتعلم ايه؟ الديجيتال ماركتنج اللي كنت لسه بكلمكم عنه واللي انا متخصصه فيه. دلوقتي ده مجال مطلوب جدا. عايزين نعرف لو انت حابب تدخل في المجال او حابب تعرف ازاي تبدا تشتغل فيه، ايه اللي محتاج تتعلمه علشان تدير البيزنس على السوشيال ميديا. بصوا يا شباب، انا كنت بقدم كورس في الكونتنت ماركتنج اللي هو التسويق بالمحتوى. جيت بعد فتره لقيت الكونتنت اهم حاجه. ليه؟ لان هو ده اللي بيقوم عليه البيزنس كله. يعني ايه كونتنت في الاخر؟ برضو معلش بوضح بالتفصيل عشان لو في حد معانا بادئ من الصفر خالص يكون ماشي معانا مش فايته حاجه. المحتوى ده ببساطه هو المحتوى او يعني البوستس والحاجات اللي انت بتشوفها على اكونت السوشيال ميديا الخاصه بالبيزنس. فده اي بيزنس هيكون محتاجه.
وده رقم واحد اللي هيقوم البيزنس، لان هو اكيد في حاجات تانية بنشتغل عليها، في خطه تسويقيه وفي اعلانات وفي كل الكلام ده. بس المحتوى ده لو ما فيهوش الفاليو والقيمه، مهما عملنا من وسائل تسويق اخرى مش هنقدر نطلع بالبيزنس ونعمل جذب انتباه ليه. والهدف الاساسي من المحتوى القيم ده انه يعمل يا شباب جذب انتباه على فكره. يعني احنا بندخلش من الاول هدفنا المبيعات، احنا هدفنا جذب الانتباه علشان بعد كده الناس تعرفنا فنحقق المبيعات. انا بتكلم ببساطه شديده. استاذنكم يا شباب، يعني يعني معلش، ممكن ما نعملش على الشاشه الحاجات دي بتزغلني يعني. ممكن. يلا بينا معلش. يعني في المريض ما راحش بس في حاجه في الزوم على الشاشه بعد اذنكم. فالمحتوى ده زي ما كنت بقول لو ما فيهوش الفاليو اللي هتفيد الجمهور والهدف الاساسي اللي يجذب الانتباه علشان بعد كده الناس تقدر تحقق المبيعات، فدي الحاجه الاساسيه. وبس بعد فتره السوق دايما متغير، واللي بيجي زي ما قلت لكم الهدف الاساسي من الكورسات ومن كل حاجه ان الناس تشتغل. احنا مش الله داخلين ناخد كورس مش زي بقى الجامعه ولا حاجه عشان نتخرج منه، لا لا، احنا داخلين ناخد كورس عشان نشتغل، ده الهدف. فده بيبقى هدفي من الكورسات. طيب لقينا بعد فتره ان دلوقتي العميل، وخصوصا ان انا مهتمه بمجال الفريلانس اكتر، لما بيجي عايز يوظف حد يمسك له البيزنس بقى ما عندوش، يعني العملاء ما عندوش حته ان انا هجيب كونتنت كريتور وهجيب ميديا باير وهجيب حد يعمل لي الخطه التسويقيه. هو ما يعرفش الكلام ده، هو بيقول لك انا عايز حد يمسك لي البيزنس. ما عندوش فكره بقى عن كل ده. ده غير حاجه تانيه مهمه جدا، اي حتى لو هتشتغل في المحتوى فقط، وده الجزء ال الاساسي بالنسبه لنا اللي دكتور اسماء مشكوره يعني بتقدم فيه وبتساعدنا فيه بشكل كبير وهتتكلم عنه هي بالتفصيل النهارده. الحاجه الثانيه بقى، حتى لو انت هتقدم خدمه المحتوى فقط، ودي فعلا والله بتجيلي ولسه حاصله معايا مع اخر عميل مسكت له الشغل من الشهر اللي فات، ده كان اول شهر لينا مع بعض. اللي هو السؤال ايه؟ كان عايز خدمه المحتوى فقط، حلو قوي. فقال لي طب انا هتقدمي لي المحتوى المكتوب فقط ولا هتنفذي لي الفيديوز والريلز؟ قلت له لا، انا هقدم لك الخدمه بشكل كامل. فاي عميل دلوقتي حتى بيجي يطلب منك ان انت تشتغل او تكتب له المحتوى، بتبقى انت مستبعد لو انت مش هتقدم معاها المحتوى المرئي، لان كلنا عارفين اهميه المحتوى المرئي. فانت يعني بصوا كده، احسبوا الكلام بالمنطق حتى. احنا وقت بنقعد على السوشيال ميديا نعمل ايه؟ نتفرج على الفيديوز والريلز اكتر حاجه. فلما يجي دلوقتي اي عميل وتقول له والله انا هقدم لك كامبين وهنتعلم كامبين بروفيشنال وهتقدم كونتنت بلان وهتعمل استراتيجي وكل حاجه وهتقدم محتوى فيه فاليو وكل حاجه تمام، بس في الاخر هيقول لك انا طب فين الريل؟ انا عايزه انتشر، انا عايزه اشوف لي محتوى مرئي موجود الناس كده بتسكرول وتشوف. فده الهدف الاساسي من كمان الجزء الخاص واللي هو يعتبر تبع المحتوى. يعني هو ده اساس المحتوى، لان المحتوى مش معناه فقط ان انا هقدم حمله مكتوبه، لا، المحتوى هو كل شيء بيتم انشاؤه للعرض على الجمهور. فاساسي دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه لازم يكون فيه الفيديوز والريلز. وده الجزء اللي هتتكلم عنه دكتور اسماء بالتفصيل، من مونتاج للفيديوهات وانشاء للريلز من الصفر، وكمان ازاي الاي اي دلوقتي بيساعدنا وبيسهل علينا ده بخطوات بسيطه جدا جدا جدا. فدكتور اسماء طبعا هتتكلم عن الجزئيه دي، بس انا بفهمكم دلوقتي السوق طالب ايه، علشان خاطر بيجي لي سؤال كتير. انا مش عارفه اشتغل، انا مش انا اللي درست ده ومش عارف ابدا. لا، للاسف دلوقتي العميل لما عايز حد يمسك له الشغل فعايز حد متعدد المهارات. وده الهدف من ان احنا بنقدم كورس مدخل الى الديجيتال ماركتنج. بغض النظر عن الكورس، قول لنا دلوقتي انا محتاج طيب اتعلم ايه او ادرس ايه عشان اقدر اشتغل او اقدر ادير البيزنس ازاي. وده اللي انا ايه حابه احط بوينتس عليه، اللي هو انت محتاج تدرس ايه، سواء بقى عايز تدرسه معايا اهلا وسهلا، عايز تدرسه انا دايما اقول السيلف ستادي دي حاجه كويسه جدا، عايز تذاكر من خلال يوتيوب في حاجات كتير ممتازه، ما عنديش اي مشكله خالص. كل واحد ادرى بالحاجات اللي تناسبه ويمشي عليها. بس الفكره ان انا بحط لك البوينتس كده، ايه اللي انت محتاج تبقى فاهمه وعارفه علشان تدير البيزنس فتعرف تلاقي شغل. هي دي الهدف من السيشن. طيب احنا محتاجين نتعلم ايه عشان نقدر ندير البيزنس ونكون متخصصين في السوشيال ميديا ماركتنج؟ اول حاجه كده يا شباب قصادنا زي ما انا كاتبه لكم بالظبط كده، المحاضره ان شاء الله هحاول انزلها على اليوتيوب يا ساره. يلا ركزوا معايا ونخلي الاستفسارات في الاخر. اول حاجه انا محتاجه اعرفها علشان ادير البيزنس على السوشيال ميديا، ان انا لازم اكون اصلا لو جالي عميل اكون بعرف اصلا انشئ او اكريت الحسابات على السوشيال ميديا.
يعني اعرف اعمل صفحه فيسبوك بشكل بروفيشنال، وهي مش فكره كرييت، لا، في تظبيطات جوه. التظبيطات بتاعت السيتنج دي بيبقى الهدف منها ايه؟ ان انا بفهم الفيسبوك نشاط الصفحه دي ايه، فبالتالي لما بينزل عليها كونتنت او بيشتغل عليها اعلانات هو بيعرف توجهها فبيعرف يوصلك. مش يلا هندوس على الكرييت فعملنا بيج، لا، في تظبيطات بسيطه كده محتاجين نعملها. تمام. وازاي اظبط اكونت الانستجرام، وازاي اخليه اكونت بروفيشنال، وازاي استفاد بقى من التحليلات اللي هيطلعها الاكونت البروفيشنال ده. فمحتاج تعرف ده، محتاج تعرف ازاي تشوف الانسايتس من خلال الميتا بيزنس. لو انت رابط صفحه الفيسبوك والاكونت الانستجرام مع بعض، محتاج تتابع الجمهور اللي بيتابعك هو مين، محتاج تعرف الانسايتس، فانت محتاج تفهم ده. فانت مش هتمشي بشكل عشوائي. العشوائيه يعني هتبقى انت في الاخر بتقدم خدمه ضعيفه، وفي الاخر هترجع تقول طب انا مش عارف اشتغل ليه. عشان في حاجات بسيطه، هي بسيطه على فكره، بس اللي عايز ينجح في مجال لازم يكون. انا ما بقولكش ان انت لازم تبدا بروفيشنال خالص، انا ضد الموضوع ده تماما، بس على الاقل لازم تبدا وانت فاهم. هي دي كل الفكره. فانت علشان تعرف تلاقي شغل، والله كان معانا ممكن تكون كمان حاضره معانا دلوقتي اعتقد خلود، كانت بعتلي كده بالنص، بتقول لي والله افتكرتك اول ما خلصنا الكورس. العميل جالي وقال لي محتاج بقى انت تعملي لي البيج من الاول وكده. قالت لي ايه، افتكرت ان انت بتقولي لازم نبقى عارفين الحاجات دي. فما ينفعش اقول له لا والله أصل انا بقدم الخدمه لما تكون الاكونت موجوده. فمحتاج تعرف الحاجات دي. طيب بعد كده محتاج تعرف ايه، خلاص انت كريت الحسابات دي، طب ايه المحتوى؟ الحسابات دي هتفضل فاضيه ولا محتاجه كونتنت؟ طيب هل الكونتنت ده اي كلام كده بينزل على السوشيال ميديا؟ لا، تفاصيل بسيطه وخطوات معينه. والكونتنت ده علشان لسه جاي لي سؤال بخصوص السيشن من شويه، كان حد بيقول لي طب هو المحتوى ده يعني كلام زي اللي بيكتبه الشعراء ولا ده ايه؟ قلت له لا لا يا جماعه، ده محتوى، ده بيعي، ده محتوى بينزل على السوشيال ميديا هدفه البيع. ودي مش موهبه، دي مهاره يمكن اكتسابها. اه ممكن لو انت شخص موهوب في مجال الكتابه بتفرق، لكن لو انت شخص مش موهوب في مجال الكتابه دي خطوات، ده علم نقدر نمشي على خطوات معينه ونكتب محتوى بيحقق الهدف منه. بس هل المحتوى ده اي كلام كده؟ لا، ده ليه طرق، اللي هو ايه يعني، ايه اجذب انتباه الجمهور؟ طب اجذب انتباهه ازاي؟ طب في حاجه اسمها المراحل اللي بيمر بيها الجمهور، فده اللي انت محتاج تعرفه. طيب خليني كده ايه اجيب لكم الحاجات دي قصادنا كده. يبقى احنا اتكلمنا عن الجزء الاول اللي هو كان فيه ايه، اداره الحسابات، اللي هو اتكلمنا عن ان انت ازاي تكريت الحسابات دي وازاي تنشئها بشكل بروفيشنال، ده اتكلمنا عنه. تاني حاجه كنا واقفين عنها المحتوى، وانت ازاي تعمل الكونتنت استراتيجي، تفهم جمهورك. ما هي فكره، خدوا بالكم لما باجي اتكلم في جزئيه الكونتنت ماركتنج اللي هي التسويق بالمحتوى، احنا بندرس ماركتنج لان هو اسمه ايه، اسمه تسويق بالمحتوى. فهمنا يعني ايه تسويق؟ يعني شفنا ان في كلمه تسويق. فانت مش يعني المحتوى ده مش لوحده كده، مش يلا احنا بنكتب محتوى، لا، احنا بنكتب محتوى عشان هدف التسويق. فبنلاقي نفسنا بندرس اساسيات كتيره جدا في الماركتنج، منها فهم الجمهور المستهدف، وليه ليها خطوات وترتيب. ازاي نحدد الباير بيرسونا؟ الباير بيرسونا يعني ايه؟ يعني شخصيه المشتري. في حاجه اسمها شخصيه مشتري، لازم نعرف ازاي مين العميل المناسب ونحدد صفاته ازاي. ازاي نكتب محتوى بصوا يا شباب، العملاء بيمروا بمراحل، ودايما اقول طبقوا ده علينا، لان احنا اوريدي كلنا جمهور لمنتجات وخدمات، فاحنا عملاء محتملين، ليد يعني عميل محتمل. طيب هل كلنا بنبقى في مرحله واحده؟ لا، في حاجه اسمها الاي اي دي اي موديل، اللي هم مراحل. ايه المراحل دول؟ مراحل الاتنشن، انترست، ديزاير، اكشن. يعني في جمهور بيبقى محتاج يعرفك في مرحله الاتنشن، في جمهور عارفك بس محتاج يعرف الفاليو اللي انت بتقدمها، ده في مرحله الانترست. في جمهور عدى بالمرحلتين دول ومحتاج ينتقل من ان هو متابعك فقط لان هو ياخد، ان هو يقتنع بالشراء ويشوف عندك ميزه تنافسيه مش عند الجمهور، وتزرع عنده الرغبه في الشراء مش مجرد الاهتمام. ده عميل في مرحله الديزاير. والعميل اللي في مرحله الديزاير ده محتاج بعد كده تقدم له محتوى ينقله لاخر مرحله اللي هي الاكشن، انه يشتري بالفعل من عندك. فكل مرحله من دول ليها محتوى. صح ولا غلط؟ هتلاقوا ان انتوا نفسكم بتمروا بالمراحل دي. يعني انتوا لما بتقرروا تشتروا منتج او خدمه، من اول مكان بتشوفوه بتقولوا يلا هنروح نشتري، انتوا بتمروا بالمراحل دي بس مش عارفين اساميها. يعني بتلاقي نفسك ايه، انا عرفت العلامه التجاريه دي، بدات تتابعهم فتره عشان تتاكد من الفاليو اللي بيقدموها، دي مرحله الانترست. فضلت مكمل معاهم تشوفهم متميزين في ايه عن المنافسين، دي بقيت في مرحله الديزاير لحد ما اقتنعت واخدت الاكشن. فاعمل ده بقى ازاي؟ من خلال المحتوى ده، ليه ترتيب وليه خطوات.
وطبعا الكونتنت كالندر اللي بنسمع عنها اللي هي توقيتات النشر، كل تفاصيل جوه المحتوى. فدي تاني حاجه انت محتاج تعرفها. انا بتكلم في ايه دلوقتي عشان ما نتوهش من بعض تاني؟ بتكلم في الحاجات اللي انت محتاج تبقى عارفها عشان تقدر تدير البيزنس ده وتقدر تلاقي شغل، هو ده الهدف الاساسي. طيب يبقى عرفنا اول حاجه انشاء الحسابات. تاني حاجه اللي هي ايه؟ المحتوى بقى اللي هينزل على الحسابات دي. طيب تالت حاجه، اي عميل هيجي يقول لك ايه؟ والله احنا محتاجين خطه تسويقيه كده نمشي عليها. ما تفتكروش ان الموضوع صعب ولا الموضوع معقد خالص، لا، احنا بنشتغل بخطوات بسيطه، بنتعلم ازاي نعمل ماركتنج بلان سهله محدده فيها نقاط معينه، بس بتشمل ايه؟ بتشمل تحديد هدف. والهدف عندنا في الماركتنج اسمه سمارت اوبجكتيف. يعني بيبقى فيه عناصر كده، سمارت دول اختصار لخمس كلمات، لازم يكون في خمس عناصر. بنتعلم كل ده. بنتعلم نشتغل برضو على الجمهور، بنتعلم نعمل سوات اناليسز، تحليل نقاط القوه والضعف والفرص والتهديدات. كل دي من اساسيات الخطه التسويقيه. بنحتاج نشتغل على حاجه اسمها الاس تي بي موديل، اللي هي نعمل سيجمنتيشن للجمهور ونعمل تارجتنج استهداف ونعمل بوزيشننج صوره ذهنيه للعلامه التجاريه بتاعتنا. محتاجين نحلل دايما ادائنا ونقيس المرحله اللي احنا فيها ووصلنا لايه. فنقاط بسيطه بنتعلمها. اي عميل هيجي يقول لك ايه الماركتنج بلان اللي احنا ماشيين عليها؟ ده غير الكونتنت استراتيجي على فكره. بس الكونتنت استراتيجي هي جزء من الخطه التسويقيه، لان المحتوى في الاخر زي ما قلت لكم هو جزء من اداره البيزنس. الخطه التسويقيه اشمل واعم وفيها كل التفاصيل دي. فبتلاقوا ان الحاجات دي هي مطلوبه في السوق. اي عميل بيجي يقول لك كده، حتى لو هو مش فاهم على فكره ومش عارف، بس يجي يقول لك ايه؟ هي فين الخطه التسويقيه اللي انت شغال عليها؟ هتقول لا والله أصل دي احنا ما خدناهاش، انا ما بشتغلش فيها. ما هي كل ما انت بتعدد مهاراتك وبتتكلم. وبعدين خدوا بالكم الحاجات دي كلها عارفين زي اللي بتخدم على بعضها. فبتلاقي نفسك دي فادتك، يعني ايه؟ مهاراتك زادت، الخطه التسويقيه فرقت معاك في كواليتي المحتوى، انت عمال تستفاد. يعني خدوا بالكم انا ما بداتش ان انا بشتغل في كل ده، لا لا لا، انا بدات اتعلم خطوه 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 لحد ما بدات الحمد لله ابقى بعرف اتكلم في كل التفاصيل دي، بعرف ادير البيزنس بشكل كامل. بس الوقت اختلف. يعني انا لما بدات كان من عدد سنين كتير كانت الدنيا والمنافسه غير دلوقتي. فاهمين قصدي؟ فده الهدف من ان انت تعدد مهاراتك علشان يعني تتجاوز صعوبه ان انا مش قادر اشتغل في ظل المنافسه. طيب يبقى وصلنا للخطه التسويقيه، محتاجه اتعلمها بشكل بسيط. اه طيب في حاجه بقى مهمه جدا، مش ممكن هكلمكم عن كل ده وتبقي بتتكلمي بالشكل ده وما تكلميناش عن الذكاء الاصطناعي وازاي بيسهل علينا. اقول لك لا طبعا لا يمكن. يبقى ما ينفعش اديك اصلا حاجات معينه من غير ما اديك جزء لانه اساسي دلوقتي. يعني انا كل يوم لما بصحى كده وابدا شغلي بفتح اكونت معينه بشتغل عليها، وافتح قصادي بصراحه يعني يمكن اكتر اتنين بتعامل معاهم جيميناي وشات جي بي تي. وابدا بقى طول اليوم احنا مع بعض بقى حسب الجزء اللي انا شغاله فيه وهو بيساعدني. فلازم اعرفك ازاي تشتغل عليه لانه بينجز. بس في بعض الناس عندها مفهوم ايه؟ لا والله انا مش محتاج ادرس كونتنت دلوقتي، اصل انا خلاص هدخل افتح اي اداه ذكاء اصطناعي واكتب له اكتب لي كذا وهيكتب لي. مفيش حاجه اسمها كده. الذكاء الاصطناعي ده تول، ده حاجه بتساعدك في الاخر. يعني هي لا يمكن هتحل محلك 100%. والفكره في ايه؟ انت طب انت هتقول له اكتب لي ايه لو انت مش فاهم المراحل؟ مثلا لو انت عايزه يساعدك في المحتوى وانت مش فاهم لسه اللي انا كنت بقول عليه، المراحل اللي بيمر بيها العملاء، وانت مش عارف البيزنس اللي انت شغال عليه العملاء بتوعه في انهي مرحله، هتقول له يكتب لك محتوى في انهي مرحله. هو هيكتب لك، مش هيقول لك لا انا معاك. بس هل اللي هيكتبه لك ده هيحقق النتيجه؟ ولا احنا عايزين نكتب محتوى ينزل على الاكونت وما يحققش النتيجه؟ يبقى انت بتفقد الخدمه اللي بتقدمها للعميل. فحتى الذكاء الاصطناعي ده علشان تستخدمه لازم تبقى انت دارس، لان هو بيساعدك في الشغل. ركزوا معايا في الجمله دي، هو بيساعدك في الشغل مش بيعمل لك الشغل كله. يعني هو انت بتطلب منه الاوردر بس ايه؟ في حاجه تانيه بقى، هكلمه ازاي؟ في طريقه اكلم بيها اداه الذكاء الاصطناعي عشان يطلع لي النتيجه اللي انا عايزها بشكل مظبوط، ولازم اكون فاهم اصلا المجال اللي انا بطلب منه يساعدني فيه. تمام؟ فطبعا بنتكلم عن ده ولازم تدرسه لانه هيساعدك في الشغل، وبنصحك وبدعوك طبعا تذاكره وتعرفه وتشتغل عليه في اي خدمه انت بتقدمها. فدي حاجات اساسيه محتاج ان انت تعرفها وتشتغل عليها، وباذن الله يعني لو اوعدك لو انت درستها واشتغلت عليها فرص ان انت توصل لعملاء وتعرض خدماتك هتكون اكبر بشكل كبير. طيب نيجي بعد كده للجزء الخامس واللي هو ريليتد للكونتنت واساسي في الانتشار على السوشيال ميديا. يعني هو اساسي لان احنا اصلا بنتكلم عن ازاي تدير البيزنس على السوشيال ميديا.
انا لا يمكن هدير البيزنس على السوشيال ميديا من غير ما اكون بصنع او بنتج او بنشئ ريلز وفيديو. يبقى انا ادارتي للبيزنس ناقصها كتير جدا جدا. تمام. طيب. فده الجزء طبعا اللي هتكلمنا فيه دكتور اسماء النهارده. يمكن هي هتشرح بالتفصيل كمان على طول معينه، يعني انا بدي بوينتس كده، نقاط، علشان خاطر اسيب بس جزء، اللي الجزء الاهم بالنسبه لنا ان دكتور اسماء تدخل على التولز بنفسها وتشرح عملي. فدي جزئيه مهمه قوي النهارده هنتكلم عنها. بس طبعا لو انت محتاج البيزنس اللي انت شغال عليه ينتشر، عشان في الاخر ما تقدمش كل العمليات اللي احنا اتكلمنا عنها، او العميل يقول لك انا مش محقق حاجه. لان الانتصار الاساسي دلوقتي عشان نكون واضحين من خلال الفيديوز والريلز. فازاي اعملها؟ محتاج بقى منتج فيديوهات، محتاج انشئ ريلز من الصفر، محتاج الذكاء الاصطناعي يسهل عليا دلوقتي، وبدل ما كنت بقعد مده طويله اعمل مونتاج او اعمل كرييشن لحاجه، لا، ممكن خطوات وتبس معينه باستخدام الاي اي تساعدني في ده. وهنشوف كمان بنشتغل على ايه. ولو حد عايز يعرف تفاصيل الكورس التفصيلي مع دكتور اسماء اللي تبع الدبلومه، فاحنا بنشتغل على كاب كات وكانفا وانفيديو وبريمورا، لان دي برامج سهله بنقدر نشتغل عليها. بتشتغل على لابات متوسطه علشان ما نحملش على الناس ان هو لازم يكون جايب لاب ما حصلش، فلا، فبنراعي الحاجات دي في برامج اللي بنشتغل عليها. وكمان دكتور اسماء بتتكلم في الحاجات دي سواء من اللابتوب او الموبايل، لان كمان لو عايز تنجز وتشتغل من موبايلك، لو ما فيش امكانيه لللاب تقدر تعمل ده. ليه؟ لان زي ما قلنا هدفنا الاساسي ان الناس تعرف تشتغل، هو ده الهدف الاساسي. طيب، يبقى دول كده الخمس اجزاء اللي بنتكلم عنهم، اللي انت محتاج تبقى عارفهم. مش هقول لك ان انت تبقى خطير فيهم، بس تبقى فاهمهم، وخطوه بخطوه الممارسه هي اللي بتجيب الخبره. ده اللي انا بتكلم فيه. اللي انت تنشئ الحسابات، تكتب المحتوى، تعد الخطه التسويقيه، تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل يساعدك، وتقدر تنشئ محتوى مرئي للبث. طيب، يتبقى عندي جزء اخير قبل ما اسيب بقى السيشن لدكتور اسماء تتكلم بالتفصيل، اللي هو ايه؟ طب والله احنا عملنا كل الحاجات دي، ساعديني اكتر بقى. يعني انا خلاص انا عملت كل اللي انت قلتي لي عليه ودرسته. حلو. اقول لك ماشي. طب انا برضو عايزه اوصل للعملاء والشركات، اعمل ايه؟ اقول لك حاضر. هقول لك سريعا كده، مجهزه لك بوينتس برضو عشان نكون يعني الى حد ما حطيت كده بوينتس معينه مهمه في المحاضره على قد ما اقدر. زي ما قلت لكم بيبقى وقت محدد. طيب، اوصل للعملاء والشركات ازاي؟ بصوا يا شباب، يعني انا بيجي لي استفسارات، واحسبوها كده معايا بالعقل وبالمنطق. احنا يعني ايه محاضره بيبقى هدفها ان احنا نتعرف على بعض ونتكلم كده. لما تيجي الناس كلها تقعد تقول لي هو انا هاخد الكورس واشتغل، هو انا هاخد الدبلومه واشتغل. يا شباب، يعني انتوا عايزين نضحك عليكم واقول للناس انت تاني يوم الصبح هتلاقي كل الناس بتجري وراك؟ يعني هم اكيد، يعني ما حدش هيرد يقول لك كده. اولا الشغل في الاول وفي الاخر ده نصيب. دي حاجه انا مش هقرا الغيب، دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، يعني دي حاجه اللي هي مش في ايدنا، ده نصيب. بس الحاجه اللي في ايدنا ان في حاجه اسمها سعي واجتهاد. هي مش فكره كورس وخلاص. مش فكره كورس وخلاص. يعني لو انت حاطط في دماغك اصل انا هاخد الكورس واقول انا ما اشتغلتش وارجع اقول انا ما استفدتش، ما هي لا، انا صريحه معاك. انت محتاج تشتغل على حاجات معينه. ودي بحاول، دي كمان يعني مش بحاول اسيبك فيها لوحدك، بدي عنها جزء كامل في الدبلومه، اللي هي ازاي تدخل سوق العمل. عشان تشتغل لازم يكون معاك حاجه اسمها بورتفوليو بمنتهى البساطه. يعني ايه بورتفوليو؟ يعني سابقه الاعمال، الحاجات اللي انت اشتغلتها قبل كده. علشان كده الكورسات كلها اللي بقدمها بتبقى تطبيق. حتى المسجل، لان كورس ديجيتال مدخل الديجيتال ماركتنج متاح مسجل، بس هل هو مسجل وانا بديك الكورس وبقول لك خلاص كده مع نفسك؟ اطلاقا. انا بيبقى معايا جروب واتساب، بنظم مع الناس المذاكره، بتابعهم في الاستفسار، ببعت لهم التاسك تمبلت بتاعت كل المحاضرات عادي، وبيبعت لي التطبيق اللي هو عمله، وابعت له الفيدباك، لان احنا بنتعلم ازاي نعمل بورتفوليو على كانفا من ضمن المحاور بتاعه الكورس. فحتى الكورس المسجل، بس الفكره منه ان هو ايه؟ ينجز معاك في الوقت، لان مش كل الناس قادره تلتزم بوقته، خصوصا اللي الدبلومه كامله. بندي الاولويه لللايف، لكورس الفيديو، لان هو تفاعلي اكتر والبرامج فيها ابديت كتير. يعني ايه، لما بيبقى ضغط قوي على المتدربين انهم يحضروا كل ده، وفي نفس الوقت برضو كلنا عارفين ان اللايف بتبقى تكلفته اعلى. فانت لما تاخد جزء مسجل وجزء لايف، البادجت هتبقى انسب، وفي نفس الوقت هتقدر تذاكر باريحيه اكتر. فهي دي الهدف. ومش معنى انه مسجل ان انا بسيبك، لا. ويمكن زمايلنا اللي خدوا الكورس معايا يقولوا لنا دلوقتي اول ما اخلص الفيدباك بتاعهم، يعني دايما بشوف انك تدفع متدربين احسن مني انا شخصيا كمان. ده متدرب زيك، هو في نفس موقفك، ده حقك تطمن اكتر من حد في نفس الكيس بتاعك. طيب، فيبقى انت محتاج تعمل ايه؟ بورتفوليو. ما يكونش معكش بورتفوليو وانت مصمم تشتغل. طب ما انت اعمل بس الخطوات، يبقى دي اول حاجه.
تاني حاجه، الحاجه الثانيه المهمه، طب انا اصلا مش عارفه اقول للعميل انا هاخد كام. ده سؤال، وعامله عنه فيديو على اليوتيوب ازاي تسعر خدمتك، والفيديو قصير جدا 8 دقائق، يعني عاملاه محدد عشان الناس تشوفه وما تزهقش. واقعد اقول للناس الفيديو بيقول كذا كذا كذا، وبرضه يقعد يقول لي يعني انا احدد خدمتي ازاي؟ ما ينفعش تبقى بتقدم خدمه وانت مش عارف تسعر مجهودك وشغلك. تمام، انا هرد على الاستفسارات حالا بس اخلص. فالتسعير ده بناء على ايه؟ التسعير ده بناء على مجموعه كده من العوامل موجوده على اليوتيوب، وبوضحها برضو في الكورس. طيب، تاني حاجه، هل لما تسعر شغلك انت بتبعت للعميل كده مسج على الواتساب؟ ركزوا معايا في التفاصيل دي عشان اللي شغال بالفعل يتعلم منها ويقدمها، يعني حتى لو حد شغال بالفعل استفاد بس من النقاط دي. بقول له انا باخد كذا، البادجت بتاعتي كذا، وابعتها له في رساله على الواتساب. ده مش شغل بروفيشنال تماما. والعميل لما بيجي يختارك هو بيقارن بينك وبين كذا حد، فاكيد اللي مقدم له عرض سعر بشكل بروفيشنال اللي هي اسمها ماركتنج بروبوزال مقدمه ازاي. ودي بنتعلمها مع بعض، ازاي اعمل عرض السعر ازاي، وافهمه فيه انا بقدم ايه ومقابل ايه وهاخد ايه وهنوصل لايه. والحاجات دي يعني عارفين ده كده بيبقى مثابه العقد. هو في كل التفاصيل، البادجت اللي هتاخدها والتفاصيل اللي انت هتقدمها، عشان بعد كده العميل ما يجيش يقول لك ما كناش متفقين على كذا، او انت تقول له لا انا ما كنتش هقدم خدمه كذا. فكل حاجه بتبقى موجوده بشكل بروفيشنال، وده بيديك ان انت شخص بروفيشنال، مش داخل يعني كده يشتغل اي حاجه ويطلع اي كده انا هشتغل مع العميل ده شهر واسيبه وده واسيبه، لا. بيبين ان انت ايه، شخص بيقدم خدمه متمكن فيها. فدي حاجه لازم تتعلمها. اخر حاجه، في مهارات لازم تكون عندك عشان تنجح كفريلانس. هي مش فكره كورس فقط، الكورس جزء بس، يمكن الجزء الرئيسي، بس في اجزاء تانية كتير. وعلى فكره كل الكلام دي بتكلم عنها في الدبلومه بالتفصيل يعني. انا بدي بس هنس وبوينت عنها عشان الناس اللي محتاجه تدرسها هي لوحدها وتتعمق فيها تبقى عارفاها. في مهارات لازم تكون عندك. ايه المهارات دي؟ مهارة التفاوض، مهارة اختيار العميل الصح المناسب، يعني مهارة ان انت شخص بيحب، يعني مش هقول لك ان انت بتحب تذاكر ان انت طول النهار بتذاكر، لا لا، يعني انا عارفة ان موضوع المذاكرة ده اكيد صعب علينا كلنا. بس الفكرة في ايه؟ ان انت من فترة لاخرى لازم تتعلم حاجة جديدة، لازم تشوف اخر حاجة في المجال اللي انت فيه ايه. انا لحد النهاردة بشتري كورسات وبذاكرها. مش بقول لك ان احنا نذاكر ان انا بقعد نذاكر بقى طول اليوم، لا لا. بس بقى شفت كورس فيه حاجه مفيده على منصات الكورسات الاجنبيه مثلا او العربيه، اشتريه واذاكره واتعلم حاجه جديده، ازود مهاراتي، الخدمات اللي انا بقدمها عشان ازود الخدمات اللي اتعلم مهاره جديده واربطها اخليها ريليتد بخدماتي عشان اقدر ازود البادجت بتاعتي. ما دام انا عايز زياده في دخلي، ما انا هعمل زياده في دخلي ازاي؟ ما هو بالعقل. مهاره ان انت بترتب وقتك، مهاره ان انت بتعرف تدير. فكل الحاجات دي انت محتاج تحسبها. مهاره السعي، ان انت تبقى بتسعى، خد بالك. فدي حاجات محتاج تتعلمها علشان تنجح. ودي بتكلم يعني انا اديت بوينتس كده عنها، وبرضه بتكلم عنها بالتفصيل في الدبلومه الخاصه بصناعه المحتوى للسوشيال ميديا. فزي ما قلت لكم كل التفاصيل اللي انا اتكلمت فيها دي سريعا كده، انا حبيت بس احط لك بوينت. لو انت حابب تعرفها بالتفصيل ممكن ابعت لك PDF تفصيلي براوند اللي هتبدا في شهر 10. هنبداها اول 10 ان شاء الله. بالنسبه لي اللي هي مقسمه لمدخل الديجيتال ماركتنج اللي متاح مسجل، وزي ما قلت لكم يبقى في جروب واتساب وبنتفاعل وبنطبق وكل حاجه. وكورس الفيديو تكنولوجي كريشن ده هيبدا ان شاء الله يوم 8 10. فاحنا الاسبوع اللي احنا فيه ده لو الاسبوع الاول من 10 هنقفل الحجز للدبلومه بشكل كامل. طيب، فدي الحاجات اللي انت محتاج تعرفها. خلوني ثانيه كده قبل بقى ما نسيب المحاضره لدكتور اسماء، كده نشير قصادكم على الدبلومه، صح؟ الدبلومه بقى بتؤهلك زي ما انا قلت للتفاصيل اللي انا اتكلمت فيها. خلينا نشوف. طيب طب هو كورس المسجل هو اللي في اللايف، او انه مسجل عن دوره؟ يا ميرفت هيبقى متاح مسجل. البادجت هتبقى اقل، هتابع مع المتدربين. معلش كاتب لي ان الصوت النت مش مستقر. سامعيني كده كويس؟ سامعيني تمام؟ عشان الصوت كان بيقول لي ان الصوت بيقطع. الصوت ظبط يا شباب؟ طيب ظبط خلاص يعني. طيب. كانت ميرفت
كنت بقول لك ان الكورس المسجل يا ميرفت ليه نزل لسه معيله. آه بنديهم فرصه ان هم يدرسوا الجزئيه. ما انت لما تدرس الكورسات وكل حاجه تبقى بس الكورس الاكثر تفاعل اللي محتاج اكتر يا دكتور اسماء تبقى معاكم لايف في اللايف، وفي نفس الوقت تبقى البادجت مناسب. سؤالك ايه يا ميرفت؟ ما انا جاوبت عليكي اللي هو سالتي الكورس المسجل، قلت لك تسجيل راوند سابق. انا كنت برد عليكي انت يا ميرفت. تمام. طيب. زي ما قلت لكم كده بالنسبه للكورس المسجل. تسجيل راوند سابقه بيكون في جروب واتساب وبتابع معاك، يعني انت بتستفاد بمميزات اللايف في المسجل. على فكره عندك اريحيه الوقت في المسجل، وعندك التفاعل الموجود في اللايف والتطبيق عادي جدا. بالنسبه لكورس الفيديو مع دكتور اسماء، هما 5 محاضرات لايف هتتكلم عن دكتور اسماء وتوريكم بنشتغل على ايه. والمحاضرات كمان بنسجلها وبنبعتها بعد كل سيشن عشان لو حد فاته جزء او حد حابب يرجع للتسجيل يكون معاه. وكمان عاملين هديه حلوه للمشتركين عشان يشتغلوا بشكل بروفيشنال، ويعني يكون الموضوع سهل ويقدروا يدخلوا الشغل على طول بعد ما يخلصوا لو التزموا بالتطبيق. بنوفر لهم اشتراك في برنامج ان كانفا لان هو نسخه مدفوعه. فالنسخه المدفوعه هي اللي بتساعدك على انشاء الريلز بجد، فبندمج لكم اشتراك مجاني لمده سنه. ده هديه من الكورس ليكم عشان خاطر لو انت معاك النسخه المجانيه. عشان انت لو معاك النسخه المجانيه ممكن ما تعرفش تشتغل حاجات كتير بروفيشنال، واحنا مش عايزين ده خالص. فلا، هنساعدك احنا وهنديها لك هديه من الكورس. اشتراك لمده سنه تقدر تبدا من خلاله. دي بقى التفاصيل اللي احنا بندرسها بالظبط: اساسيات تسويق، تسويق بالمحتوى، ذكاء اصطناعي، خطه تسويقيه، ازاي تدخل سوق العمل. ودي تفاصيل المحاضرات بالتفصيل. وكورس الفيديو اديتنج تفاصيل برضو، بنشتغل 5 محاضرات، كل محاضره على برنامج، وبيكون في تطبيق وحاجات بتعملوها بنفسكم، يعني بتنشئوا وبتمنتجوا فيديوهات وبتعملوا ريلز بنفسكم. ودكتور اسماء هتتكلم عنه بالتفصيل. اللي محتاج ان هو ابعت له الملف بتاع الPDF ده عشان يعني يشوف بقى البوينتس دي كلها بالتفصيل في الكورسين. هحط دلوقتي على الواتساب هحط على الشات قصدي لينك الواتساب بتاعي، وتستفسروا ابعت لكم ده براحتكم تشوفوا، لان انا بشوف ان من حقكم تعرفوا المحاور بالتفصيل هل هي مناسبه ليك ولا لا. وزي ما قلت لكم الاسبوع اللي احنا فيه ده هنقفل فيه الحجز عشان هنبدا 8/1. ولو انت اشتركت في الدبلومه كامله اللي هي كورسين طبيعي هيكون ليك خصم. ده اكيد يعني. تمام كده، اعتقد ان انا كده قلت كل التفاصيل. ازاي اعرف ان الكورس مناسب للمرحله اللي انا فيها، خاصه لو انا اخدت. ما عشان كده يا ساره انا هبعت لك المحاور. ساره بتعرف انا عايزه اعرف الكورس ده فيه اضافه ولا لا. دي بيحددها كل شخص. عشان كده انا زي ما قلت لك، انا ما ببقى يعني بصي الPDF فيه كل حاجه، كل اللي هتاخديه، عشان خاطر ما تاخديش فعلا كورس معايا او مع غيري ممكن حد يبعت نقاط عامه في اي كورس مثلا، تيجي تدخل بعد كده تلاقي نفسك عارف التفاصيل دي، انه كتب لك بوينت. لا، انا كاتبالك بالتفصيل هتاخدي ايه عشان خاطر تتاكدي والله في فاليو واضافه ليكي. تمام، انت عارفه كل الحاجات دي يبقى خلاص هي مش كورسات على الفاضي. فانا ما عنديش اي مشكله في ده، علشان كده بعتلك المحاور بالتفصيل عشان ما يكونش كلام معتاد زي ما انت بتقولي. جهاد بتسال على الثمن. ما عنديش مشكله خالص ان اقول السعر، بس الفكره ان المحاضره دي هنزلها على اليوتيوب فهتفضل موجوده، والسعر بيختلف يا شباب، يعني اسعار بتختلف من راوند لراوند. حاجات كتير فانا مش عايزه اقول السعر عشان ما تجيش بعد كده يبقى على اليوتيوب قايله سعر وبعد كده نرجع نقول سعر تاني. فدي الفكره، بس من ان انا بقول لك ابعت لي على الخاص وهبعت لك عشان ما بقاش بتكلم بحاجه وارجع اغيرها قصاد الناس. ودي حاجه اكيد انتوا يعني اكيد شايفين انها مش هتبقى ثقه ومش هتبقى حاجه كويسه. والاسعار دي اكيد زي ما انتم عارفين على مدار الوقت حاجه متغيره. فالاسعار هكتبها بالتفصيل في اللي بيبعت لي على الخاص يسال. ابعتي يا ساره، ما انا بقول لك يا حبيبتي عايزاه انا عرضها اهو على الشاشه بس اكيد مش هتاخديه على الشاشه. ابعتي على الواتساب هبعت لك الPDF والتفاصيل وكل حاجه. ادي لينك الواتساب. شباب احنا مين معانا حاضر من زمايلنا اللي معايا اوريدي؟ ادي لينك الواتساب يا ساره وكل الزملاء. آه، ابعتوا على الواتساب. ساره ابعتي شوفي الPDF وشوفي انت محتاجه التفاصيل دي ولا لا. انت تقدري تحكمي على شغلك، يعني انت تقدري تحكمي على شغلك وتقيمي الامور. شباب مين معانا من الجروب اللي في
اللي حضر معايا كورس الديجيتال ماركتنج او الفيديو مع دكتور اسماء؟ ممكن حد يعمل ريز هاند كده؟ محمود. طيب محمود، استاذنك كده، انا هفتح لك الصوت وتدينا كده فيدباك عن تجربتك، عشان خاطر برضو من حقهم يعرفوا التفاصيل. تمام كده؟ الصوت تمام يا محمود؟ محمود معانا في راوند سبتمبر، شغالين في الكورس المسجل مع بعض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا محمود، إزيك؟ اهلا وسهلا حضرتك. آه يعني بس هدي فيدباك بس عشان برضه انا في الشغل معلش. لا ولا إيه. يهمك، اتفضل. ايه. اتفضل معاك. اه معاك. عايز اقول لكم بس يا شباب، هو الموضوع جميل جدا وسهل. المعلومات بتوصل بكل سهولة. دكتورة بتشرح بطريقة سلسة وجميلة. بس هو الموضوع برضه بيبقى في ايدينا، احنا محتاجين نذاكر، برافو نهندل عليك. الدنيا اول باول. عشان احنا مثلا دلوقتي عندنا في الاسبوع سيشنين او محاضرتين، وبنطبق عليها التاسكات هي برضو الدكتورة بتتابع معانا كل يوم خميس، بنبعت التاسكات، بتراجع عليها وتدينا عليها التنبيهات، او في حاجة غلط، او بتعمل شادو عليها وبتقول لنا عليه. بس هي الفكرة كلها ان احنا ما نراكمش، علشان نمشي الموضوع واحدة واحدة ونعرف نستوعب المعلومات كلها. عشان بيبقى عندنا تعريفات وعندنا كم تعريف، او مثلا حاجات اختصارات لازم نهندلها، فلازم نهندل الموضوع اول باول. بس ككواليتي دراسه، لا الموضوع سهل جدا وجميل، وهتستفادوا منه كتير جدا الصراحه. أشكرك جدا يا محمود. يعني محمود كان بصراحة مصمم يدخل يقول الفيدباك برغم إنه في الشغل زي ما بيقول، ومحمود من الناس الملتزمة جدا في التطبيقات، وإن شاء الله الكورس يحقق له الإفادة. تسلم يا محمود. ناخد شكرا. خلود كمان، وبعد كده نسيب دكتور أسماء بقى عشان ما عطلكوش، ندخل في الجزء المرئي. أسماء، خلود كانت معانا. خلود كنت عاملة ريز هاند، رحت فين؟ طب اعملي ريز هاند تاني كده يا خلود. فتحت لك الصوت اهو يا خلود. وخلود حضرت معانا كورس الفيديو في اخر راوند كانت معانا. اتفضلي يا خلود. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا خلود؟ خلود كانت معانا في الكورسين صح يا خلود؟ اه، في الاتنين. اه يعني خلود كانت مشرفاني في الاثنين، وكان بتذاكر الاثنين في نفس الوقت. بس حقيقي يعني والله احلى حاجة اخدتها فعلا. انا يعني تقريبا كنت فاكرة نفسي يا ما هنا يا ما هناك، بس بعد المعلومات اللي اخدتها من حضراتكم لا يعني حاجة تانية خالص خالص خالص. يعني ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم كده. المعلومة بتوصل سلسة جدا جدا. تقريبا انت بتطلع من الكورس انت شارب اصلا اللي بيتقال، وغير ان انت لما تيجي تطبق وحضرتك بتصححي وكده، فلا المعلومة بتثبت يعني. فربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. وكورس الفيديو مع دكتور اسماء، طبقتي انت حاجات بنفسك صح؟ انا عايزة اقولك ان انا حاليا امم بشتغل شغلي اصلا مونتاج فيديوز من اللي اخدته من دكتور اسماء اصلا يعني. يعني انا بدعي لكم كل شوية انتوا الاتنين ربنا والله العظيم. يخليكي، والله الكلام ده مهم جدا بالنسبه لنا. ساره بتسالك يا خلود. خلود، مش انت اللي بعتي لي ان العميل طلب منك انشاء الصفحه وكده؟ ان ساره بتسال محتاجه تعرف قدرت تمسك صفحات، الدنيا تمام معاكي في ده صح؟ انا حاليا بدير صفحات وماسكه كذا بيج الحمد لله، وبرجع والله للبي دي اف بتاعتك وبتاعت دكتور اسماء في كل حاجه يعني. الف شكر يا خلود، بالتوفيق دايما ليكي يا رب. بالتوفيق يا رب الله وشرفتي. يعينكم، شكرا آه لحضرتك العفو يا والدكتور حبيبتي، العفو العفو. احنا هسيب بقى مع دكتور اسماء. هو في حد عامل ريز هاند ايفون، انا بس مش عارفه مين هو، مين استفسار ولا ايه؟ بس عشان دكتور اسماء تبدا، فممكن الاسم او يقول لي بس على الشات. آه دكتور اسماء، الهوست كده تمام ولا ايه؟ ولا في اكونت تاني؟ قولي لي كده. لا. مساء الخير، انت سامعيني؟ انا سامعاكي تمام. طيب تمام. لا، انا محتاجة الهوست على الاكونت اللي هو من غير صورة. طب اعملي ريز هاند كده منه عشان انا مش لاقياه. طيب اوكي مش ظاهر ماشي. لي خالص، دورت عليه بس مش ظاهر. واحنا ما شاء الله عددنا كبير فمش موجود. طيب ثانية واحدة. كده انا عملت ريز هاند. تمام حالا اهو. كده انت تمام الكورس. مي، انت عندك استفسار يعني يا مي؟
انا بس عايزه نبدا، بس مش عايزه اسيبك عامله ريز هاند يعني. طب اتفضلي يا مي، لو في حاجه سريعه، انا فتحت لك الصوت بس سريعا يعني، انا مش عارفه، قولي لي انت محتاجه ايه. طيب على ما مي تكتب لنا على الشات لان ما. الو، الصوت واضح. ايوه. اه. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. لا، انا ما عنديش اي استفسار. انا كنت عايزه اقول الفيدباك بتاعي، هو متاخر شويه بس طب قولي يعني لي انت مش. مي مين، عشان انا معايا مي، انا هعرفك اكيد. انا مي محمد جابر، اللي عندي البراند بتاع جيراف، مي واخدت مع طبعا عارفاكي، حضرتك مي جابر. سنتين. ايوه. طبعا عارفاكي يا مي. عارفاكي ايوه، طبعا، بس انا انا تقولي مي، واخده فانا عايزه راعي. اعرف مي مين. ايوه، انا لا واخده راعي مي من معايا على سنتين. طول. اه. يعني مي بصراحه دايما معايا في اي سيشن، معايا على الواتساب، دايما بتفرحني بحاجات معينه. لا فمي عارفاكي طبعا جدا يعني. انا كنت مي حابه اقول عندها بيزنس. الفيدباك بس بتاعي علشان اشجع الناس يعني. وانا من نفسي من زمان بجد، من يعني بسبب تاثير الكورس عليا وعلى شغلي، وان هو غير لي حياتي بشكل كامل. ربنا مي انا فعلا اصلا شاطره. انا اصلا مهندسه، وعملت كارير شيفت للديجيتال ماركتنج، ومسؤوله عن البيج بتاعت البيزنس بتاعي. بس ده ما يمنعش يعني ان انا اتطورت فيها كتير جدا. وطبعا زي اي حد في الفريق العمل بتاع البيزنس، باخد سالري، والسالري بتاعي زاد امم. بسبب ان انا بقدم خدمه بكواليتي كويسه. والفضل ده طبعا يرجع للكورس مع حضرتك، بسبب ربنا يخليك يا مي. سلاسة المعلومات وسهولتها بدون تسطيح. يعني احنا بننقل معلومة سهلة وسلسة بدون ما نسطح. فالموضوع ده مش سهل، ومش أي حد بيقدر يقدمه. ده غير بقى المتابعة. يعني أنا بتابع مع حضرتك سنتين، ما فيش حد بيتابع سنتين يعني عمرك ما انا اتأخرتي. انا بفرح بده والله. اصل مي دايما لما بتبعت تسالني بيبقى في حاجه في الشغل وحاجه يعني انها شغاله والدنيا ماشيه، فمي بتفرحني يعني مي مش بتسالني، مي دايما بتفرحني. فانا والله مي يعني بكون يعني مبسوطه بده كل اللي انا وعارفاكي بقوله كويس ده والله طبعا. قليل. اللي انا بقوله ده فعلا قليل، لان انا اخدت كورسز مع ناس كتير، واللي حضرتك بتعمليه بجد مش قليل خالص، مش اي حد بيعمله. استني يا مي. ساره فانا بتقول لك اشجع. ممكن لينك البيج بتاعتك يبقى حطيه لها يا ساره على يا مي على عينيا، حاضر. على البيج، حاضر. على الشات. حاضر، تمام. والف شكر يا دكتور، ودايما تسلمي لي يا متابعاكي، مي، ودايما تسلمي لي، حضرتك ودايما طمنيني متقدمه على يعني. اخبارك. ان شاء الله تسلمي يا ربنا رب. يكرمك. تسلمي، شكرا. شكرا دكتور محمد جرادة، اتبسطت والله لما شفت حضرتك داخل معانا. يلا يا دكتور اسماء بقى علشان ما اخركوش، لان دكتور اسماء هتشرح هي جزء كده نظري في الاول، معلومات عامه، وبعد كده نبدا في الجزء اللي هي محتاجه تشرحه. فاللي عايز يعرف حاجات معينه النهارده في الفيديو اديتنج يكمل بقى معانا ضروري. اتفضلي يا اسماء. مساء الخير عليكم جميعا. أنا أعرفكم بنفسي كده سريعا عشان أول مرة يدخل معانا. أنا دكتورة أسماء النشار. أنا حاليا سوشيال ميديا كونتنت كريتور، ومهتمة جدا بصناعة الفيديو، سواء فيديو إيديتنج، فيديو كرييشن، وكمان الفويس أوفر. ادينا كذا راوند قبل كده مع دكتورة جيلان في الفيديو اديتنج، والحمد لله الفيدباك انتوا سمعتوه يعني. انا مش هطول عليكم، هندخل في الموضوع على طول عشان السيشن او المحاضرة ما تطولش مننا قوي. طيب انا هبدأ اعمل شير كده. طيب هو عنوان المحاضرة النهاردة ازاي نبدأ في صناعة الفيديو والريلز بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وانا هنا بتك على كلمة مساعدة، انا مرضتش اكتب بالذكاء الاصطناعي عشان بس ايه، نبقى فاهمين ان الذكاء الاصطناعي هو مساعد. طيب انا المفروض هنخرج من المحاضرة دي واحنا عارفين ايه، طبعا كلنا عارفين اهمية الفيديو، فمش هنتكلم ليه نتعلم فيديو، وازاي ابدأ، وايه الخطوات الأساسية اللي التعديل على الفيديو اللي انا هتعلمها كده. هعرف والله ستيب 1 2 3 4 على اي برنامج انا هشتغل عليه، وايه اشهر البرامج اللي بنشتغل عليها، سواء هنشتغل عليها فيديو اديتنج او هنشتغل فيديو كرييشن، يعني هنكريت فيديو ما فيش اصلا فيديو. وازاي استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيديو، سواء بتسهيل عملية المونتاج او عملية الكرييشن. طيب دي شوية إحصائيات كده، يعني إيه، أكيد إحنا كلنا مش محتاجين أصلا نعرفها، إحنا خلاص كلنا عارفين أهمية الفيديو، كلنا عارفين
انه نمبر 1 دلوقتي في صناعة في المحتوى. كلنا بندخل نتفرج على فيديوهات، سواء نتبسط بيها نتعلم منها. احنا مستهلكين للفيديو رقم واحد. واكيد كمان لو انا بشتغل تسويق، فانا اهم حاجة عندي في التسويق بتاعي هو الفيديو. بس الفيديو طبعا اللي بشتغل عليه او الفيديو اللي هيحقق لي النتائج دي لازم يكون فيه شوية شروط ويكون مظبوط. منهم جزء خاص بالمحتوى المكتوب بتاعه، زي وانا مثلا لو انا بصور او بسجل فيديو، او لو انا حتى بكريت فيديو، فانا لازم بيكون عندي في النهاية برضو في الاول محتوى مكتوب. انا عندي حاجة اسمها سكريبت، وده الجزء ده طبعا هيبقى بقى تخصص دكتورة جيلان هي اللي بتشرح الكلام ده. لكن انا باخد بقى من بعد بقى السكريبت، انا خلاص انا خلصت سكريبت وبقى عندي سكريبت وعندي كمان مظبوط، وصورنا الفيديو ده. لو فيديو متصور بندخل بعد كده في مرحلة ازاي امنتجه صح، ازاي اخليه اتراكتيف. ولو انا بكريت فيديو برضو ازاي اكون فاهم جمهوري. ويعني هي نوعا ما هي الحاجات بتخدم على بعضها، زي ما احنا عارفين ان انا برضو لما اكون ببقى فاهم تسويق وفاهم محتوى، فانا ببقى عارف برضو وانا بشتغل على الفيديو بتاعي ازاي اخليه فيديو يسوق. طيب، ليه بتعلم او مين هيستفيد من انه يتعلم فيديو؟ ناس كتير قوي ممكن تستفيد. زي ما احنا شفنا خلود بتدير صفحة سوشيال ميديا دلوقتي، وهي بتعرف تكتب محتوى وبتعرف تشتغل فيديو، فهي قادرة تهندل كل ده مع بعضه وتمام وهي زي الفل. او لو انا شخص انا حابب المجال الفيديو، عايزه اتعلم، انا مبتدئ لسه ما عنديش اي مهاره وحابب ان انا اتعلم مهاره الفيديو اديتنج وهشتغل بيها هي، يعني لانها لوحدها بتبقى مطلوبة. لو انا اوريدي عندي خلفية اصلا في التسويق، وانا سواء شغال كاتب محتوى او بشتغل على صفحات السوشيال ميديا زي ما قلنا، وحابب ان انا ازود المهارة، عشان زي ما الدكتورة جيلان قالت انك لازم تتعلم اكتر عشان تعرف تلاقي فرص. المنافسة كبيرة ولازم تزود مهاراتك عشان تعرف. طيب، او لو انا صاحب مشروع، انا ممكن انا اكون انا ممكن يكون حد معانا هنا عنده بيزنس، بيزنس صغير وحابب ان هو يدير كل حاجة من نفسه، يعني مش قادر ان هو يجيب تيم تسويق، او حتى ان هو يجيب حد واحد يمسك الصفحة، لان هو لسه في البداية ومحتاج ان هو يوفر اكبر قدر. فهيبقى محتاج برضو يتعلم ازاي يقدر يصور الفيديوهات، انه يمنتجها، انه يقدر يعمل فيديوهات بسيطة بشكل يومي تنزل على الصفحة بتاعته. او لو انا صانع محتوى، وهنا اقصد بيه صانع محتوى ازاي؟ انا صانع محتوى بس انا بصنع محتوى غالبا لغيري بس في صانع محتوى لنفسه. يعني انا بكون بنزل فيديو على على اليوتيوب او على الانستجرام، على تيك توك، على وات ايفر هي ايه هي المنصة اللي انا بنزل عليها، وانا ده شغلي الشاغل. انا عايز ابقى اشتغل يوتيوبر، عايز ابقى ليا محتوى، انا عندي فاليو معينه وعايز اوديها للناس، فانا عايز اقدم المحتوى ده. فانا محتاج ان انا اتعلم برضو ازاي اقدر اعمل فيديو. ولو انا صاحب خدمه ومحتاج ان انا اعلن عن خدماتي واوري الناس شغلي، فانا برضو محتاج اتعلم الفيديو. دي كده شويه صور انا كنت جمعتها. ليه إيه انت سواء انت حابب تدخل المجال ده ان انت تشتغل كوظيفة تقليدية جدا، فهو مطلوب. ده ريل كرييتور، وده مطلوب كونتنت كرييتور، ومن ضمن الحاجات اللي مطلوبة فيه ان هو يقدر يعمل ديفرنت فيديو، ان هو يكون يقدر يشتغل على الفيديوهات. وده انا خدتها سكرين من موقع خمسات، عشان لو انت حابب تشتغل فريلانسر، فانت قدامك ابسط الحاجات اللي هي بالعربي مش اجنبي ولا اي حاجه. عندك خمسات ومستقل. خمسات في جزء خاص بتصميم فيديو سوشيال ميديا. هنا ده
انت بتصمم حاجات مخصصة للسوشيال ميديا. تصميم فيديو السوشيال ميديا ده بيبقى جواه بقى ناس بتشتغل فيديو اديتنج، ناس بتشتغل فيديو كرييشن، تعمل اعلان واتيفر بقى ايه المطلوب جواها او الخدمة اللي انت هتقدر تقوم. دي لسه امبارح انا واخداها من شوت من موقع مستقل عن واحد طالب مونتاج مقاطع سفر، وواحد تاني محرر فيديوهات ريلز. ولو دخلت جوه تفاصيل المشروع وشفته هتلاقي ان الموضوع بسيط جدا. هو انت جاست ان انت اتعلمت فيديو اديتنج على البرامج اللي احنا هنتكلم عليها دي، وفهمت المطلوب، وهم مش طالبين. انا دخلت حتى شفت من جوه الفيديوهات اللي هو حاططها آه، كحاجة ريفرنس يعني للناس ان هي تعملوا زيها. حاجات عادية جدا ممكن ان انت تشتغلها على برامج المونتاج اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. طيب، قبل ما ابدأ بقى في شغل الفيديو عموما، انا لازم اتعلم شوية كده مبادئ اساسية عشان خاطر الفيديو بتاعي يأدي الغرض منه، عشان يكون سليم ويوصل للجمهور. اول حاجة طبعا ان انا اكون عارف انا بشتغل على انهي منصة، فاكون متأكد ان مقاساتي وانا بشتغل مظبوطة. كل منصة من المنصات اللي احنا هنشتغل عليها، سواء يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، هشتغل انا هعملها ستوري ولا هعملها في الفيد ولا ايه، كل واحدة من دول ليها مقاسات. وان انا اختار المحتوى اللي يناسب المنصة اللي انا هعرض عليها الفيديو. يعني انا ما يبقاش هو نفس الفيديو عمال انزله على كل المنصات. لا، هو ممكن يكون ماشي مع منصة معينة وشغال معاها. يعني أنا أنزل فيديو تيك توك، واروح انزله على يوتيوب. انا ممكن انزله كيوتيوب شورتس، بس ما نبقاش بقى بنزله على اليوتيوب العادي او طبيعة المحتوى نفسه. يعني ما اكونش انا متعود على الهزار والضحك واعمل فيديوهات لطيفة واقوم منزلها على اليوتيوب. مش مش بتاعته. حتى الفيديوهات اللي بتنزل على اليوتيوب، فيديوهات لايت، بتبقى برضو ليها كرايتيريا وطريقة معينة في العرض. فانا لازم افهم كويس قوي المنصات اللي انا شغالة عليها طبيعتها ايه، ايه هي الحاجات اللي رايجة عليها. ودي طبعا بيبقى جزء منها دورك ان انت بتعمل حاجة اسمها تغذية بصرية قبل ما بتبدأ. ان انت بتتفرج، بتشوف الفيديوهات الترند عليها، ايه هي اللي الناس بتحب تتفرج عليه وهكذا، وتفهم طبيعة المنصة. إيه تالت حاجة ان انا دايما الفيديو بتاعي لازم يبقى لايت. يعني ايه؟ يعني انا مهما كان المعلومة اللي انا هحطها فيه والفاليو، ففي الاخر الناس بتزهق. يعني انا لازم اشد اللي قدامي، لازم احفزه انه يكمل، ولازم ابقى خفيف عليه كده ولطيف عشان يقدر يستحملني. وطبعا لازم اكون فاهم جمهوري كويس زي ما قلنا، وان انا اقدم فاليو مناسبة للجمهور بتاعي. دي كده كلام عام كده نظري في الاول. بس للعلم الكلام البسيط ده هو اللي بيفرق في الاخر الحاجة اللي انت تشوفها واللي ما تشوفهاش. دي شوية معلومات بسيطة بقدمها لكم، وهي ايه المقاييس الصحيحة للفيديو. عشان لو انا بشتغل هختار المقياس ازاي. انا عندي المقاييس بتتقاس بحاجتين: بحاجة اسمها aspect ratio، يعني ريشيو زي ما احنا عارفينها كده خدناها في الماث، يعني او النسبة. او بتبقى بالبيكسل. وحدة البيكسل دي زي ما في الشاشة كده بتاعة التلفزيون، شاشة البتاع بيقول لك ايه ده الريزوليوشن بتاعها 4K. يعني ايه؟ يعني 4000 بيكسل يعني. فدي بتحدد مقاييس الفيديو بتاعي. لو انا بشتغل في الفيسبوك والانستجرام فيد، فانا عندي الانستجرام 1:1، وممكن برضو 1:1 في الفيسبوك. ال1:1 ده بيشتغل على الاتنين. 4:5 ده فيسبوك بس. او لو انا هشتغل بالبيكسل فهو 1080 إلى 1080. لو بشتغل على اليوتيوب يبقى أنا عايز الاسبكت ريشيو بتاعي 16:9. بالبيكسل 1920:1080. الريلز بقى والتيك توك عكسه.
اي حاجه، اي مقياس طولي هيبقى العكس. سوري، هي دي الكلمه دي غلط، مش واحد لواحد، هي 9 إلى 16. ماشي. اللي هي 1080 إلى 1920. طيب، أنا دلوقتي حابب إن أنا أبدأ في صناعة الفيديو عموما، سواء مهما كانت الحاجة اللي أنا عايزة أبدأها، فأنا لازم ونمبر 1 أبدأ بإن أنا أتعلم الفيديو إيديتنج. هشتغل بقى، أنا هصور وهمنتج، أنا مش هصور خالص وهبتدي ان انا اعمل فيديوهات انا من الصفر كده، اركب الحاجات على بعضها. هستعين بالذكاء الاصطناعي وهجيب فيديوهات هعملها بالادوات الذكاء الاصطناعي. برضو لازم اتعلم الفيديو اديتنج، لان في النهاية لازم انا في خطوات في النهاية هجمع فيها الحاجات مع بعضها، ولازم اكون عارف كويس قوي انا بعمل ايه. خطوات الفيديو اديتنج ان انا ببدأ دايما، انا عارفة ان الكلام نظري ممكن يكون ممل في الاول شوية، بس خطوات الفيديو اديتنج ان انا دايما ببدأ اول حاجة بالحاجة اللي هتستمر معايا طول الفيديو، عشان ما اضيعش وقتي واقعد اعدل تاني، زي مثلا التعديل في الالوان، اضافة الفلاتر، يعني الحاجات اللي هي بتمشي معايا. وبعد كده بقص طبعا. دي حاجة، الصوت بيقطع. الصوت تمام يا جماعة ولا الصوت فيه مشكلة؟ طيب تمام خلاص، يبقى هي من عندها. تمام. طيب، تاني حاجة خطوة طبعا ان انا هقص اي اجزاء انا مش عايزها، وبعد كده هضيف التنقلات والمؤثرات وكل الاضافات اللي انا هعملها. هكتب على الفيديو، هضيف موسيقى تصويرية ومؤثرات صوتية، هضيف عناصر زي الصور والجرافيك واحركها. اخر حاجة ان انا ممكن اضيف الكابشن، واللي احنا بنشوفها دلوقتي على طول في كل الفيديوهات، ان انا دايما بيبقى عندي الكتابة تحت الفيديو، لانها بتسهل على الناس، سواء هو عايز يفتح الصوت مش عايز يفتحه. بتبقى اضافة لطيفة. نخش في الجد بقى. انا لو عايز ابدأ دلوقتي ومحتاج ان انا اتعلم اشتغل فيديو اديتنج وابدأ على طول، فانا عندي تطبيقات وبرامج سهلة. انا مختاره التطبيقات والبرامج دي لانها الليرنينج كيرف او مسار التعلم بتاعي سهل. يعني انا في محاضره من المحاضرات، يعني انا في كل محاضره مثلا باخد برنامج منهم واشرحه، بندي تفاصيل كتير جدا 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 فيه. بس في النهايه انت بتقدر بعد المحاضره دي تطلع وتروح تشتغل على البرنامج ده، تمام زي الفل هتعرف تشتغل. غير برامج تانية ممكن تبقى هي مور بروفيشنال، لكنها انا محتاجة اقعد كتير جدا اتعلم عشان خاطر اقدر اشتغل. ده غير انها ممكن ما تبقاش في كتير من الاحيان مناسبة لشغلنا احنا على السوشيال ميديا. انا واحد عندي صفحة سوشيال ميديا، انا عايزة انزل فيديو مثلا كل يوم، مش معقولة دي، لانها على قد ما بتطلع انتاج ممكن يكون فيه حاجات مبهرة، لان هو في الاخر برضه بياخد وقت طويل. فانا مختاره البرامج دي لانها برامج سهله. الصوت راح؟ الصوت يا جماعه راح رجع؟ طيب ممكن يكون من النت ولا حاجه. تمام. تمام، طب كويس. طيب انا كنت بقول ان انا مختاره البرامج دي لانها سهله، ولان التعامل معاها سهل، وان انت تقدر في خلال تطبيق على سيشن مثلا، او ان انت تطبق بايدك على الحاجة، ان انت تشتغل وتتعلم البرنامج ده وتشتغل عليه وتطلع انتاج، عكس البرامج التانية التقيلة الكبيرة زي الادوبي بريمير، دافينشي ريزولف. الحاجات دي تقيلة قوي، تقيلة من ناحية مسار التعلم بتاعها، زي ما قلنا ان انا هحتاج اتعلم كتير جدا لانها كل حاجة فيها مانوال، ولان هي بتاخد وقت طويل، فبالتالي هي ممكن ما تبقاش مناسبة للإيفري داي يوز. يعني أنا مش كل يوم هقعد أفتح بريمير وأفتر إفكت عشان أعمل فيديو.
تالت حاجة إنها محتاجة أجهزة تقيلة جدا، يعني أجهزة محترمة. جهاز مثلا اللي هو جهاز كمبيوتر مثلا مش هيقل عن 50,000. طبعا ده مش متاح مع أي حد. أنا واحد ممكن مبقاش معايا غير موبايل، وأقدر أشتغل من الموبايل. أقدر أشتغل من الموبايل وأطلع شغل محترف جدا وكويس جدا على برامج زي كاب كات وزي في ان وزي فيلمورا. كل دول بيطلعوا لي من خلال التطبيق أقدر أشتغل عليهم وأعمل شغل كويس جدا. طب لو انا بقى ما عنديش فيديو، انا العميل بتاعي ما بيحبش يصور، او انا ما بحبش اصور، فانا عايز اعمل فيديو برضو، لانه احنا قلنا الفيديو مهم جدا. انا عندي بقى تطبيقات برضو، برامج او مواقع بتخليني اقدر اعمل فيديوهات من غير اي تصوير خالص. او انا ممكن يكون عندي فيديو مثلا واضيف عليه حاجات، بس انا عندي المواقع دي زي موقع ان فيديو، والتطبيق او البرنامج بتاع كانفا وكاب كات برضو جواه حاجات كويسة جدا تقدر تساعدك ان انت تعمل بيها فيديوهات. كل ده هنستعرضه عشان بس ما تفتكروش ان انا بقول لكم كلام نظري وخلاص كده. يعني لا، انا هوريكم دلوقتي. هندخل على واحد واحد واوريكم. بحاول بسرعة بس عشان انا عارفة ان احنا طولنا عليكم قوي يعني. طيب، استخدام بقى ادوات الذكاء الاصطناعي، وده موضوع طبعا انا عارفة كويس قوي ان كتير منكم عايزين يعرفوا. عايزين يعرف ازاي هو انا اقدر استخدم الذكاء الاصطناعي يعمل لي فيديو. هو ممكن الذكاء الاصطناعي يعمل لك فيديو، وانا ممكن دلوقتي ادخلكم على برنامج واوريكم ان انا عملت فيديو جميل جدا بالذكاء الاصطناعي. لكن برضه مش هتحتاج تتعلم فيديو اديت لانك في الاخر هتاخد اللي انت عملته وتروح توديه للبرنامج المونتاج عشان تظبطه. تمام. ده غير ان هو آم، هيطلع لك طبعا وهيعمل لك حاجات حلوة جدا. بس ايه، مش كل حاجة طبعا هنقدر نعملها بالذكاء الاصطناعي. تاني حاجة، ايه الاستفادة اللي انا ممكن استفادها من الذكاء الاصطناعي؟ ان انا استخدم جوه الادوات اللي انا بستخدمها او البرامج اللي انا بستخدمها، انا استخدم برامج من اللي فيها ادوات اي اي. زي ايه؟ زي البرنامجين اللي احنا شرحناهم من شوية، او سوري اتكلمنا عنهم، كاب كات وفيلمورا. البرنامجين دول بيدعموا ادوات جواهم بتسهل جدا عملية المونتاج. زي ايه؟ زي مثلا ان انا عندي جوه برنامج كاب كات في أداة بتخليني أشيل خلفية الصورة خالص، أشيل خلفية الفيديو خالص، وأحط خلفية من عندي. أه هبقى أوريكم برضو نماذج كده سريعا للحاجات دي. ايه تاني؟ انا ممكن احط صوت، اجيب صوت، او ان انا استخدم ادوات برضو زي جوه كاب كات في ادوات لتوليد الصور، لتوليد استيكرات. كل ده جوه الفيديو. حاجة تانية مثلا زي، بقى مش كله مجاني للأسف، بس لو انت اشتغلت على لو عندك لابتوب، نزل الديسكتوب ابليكيشن واشتغل عليه، هتلاقي ان المجاني عليه اكتر بكتير من اللي موجود على الموبايل. وللأسف هو مفيش حاجة مجانية 100% هتديني الشغل البروفيشنال. لو أنا هشتغل مع عميل أنا لازم هدفع. ممكن لو أنا عندي صفحة شخصية أبقى بستفاد من الحاجات المجانية، لكن لو هشتغل مع عملاء فأنا في الآخر يعني أنا بشتغل هاخد فلوس، فأنا طبيعي إن أنا بستثمر في إن أنا أدفع للتطبيقات. وأنا دلوقتي هقول لكم برضو خريطة كده لو إيه تشتغل بإيه. خلينا بس نكمل. لو ايه تاني انا ممكن استفاد منه؟ قلنا برنامج زي فيلمورا مثلا، جواه حاجة بتخليني اقدر ان انا اشيل كل النفس او السبيس او الفراغات في الصوت. اللي هو انا مثلا بتكلم وسكت. متخيل مثلا ان انا كنت بقعد امنتج في فيديو نص ساعة، وكل كام ثانية في فراغ صوت زيادة. كان قبل كده الواحد بيقعد عدد من الساعات مهول بس عشان يقص الحاجات دي. دلوقتي في ضغطة زرار
انا بقدر اعمل الكلام ده. بقول له انت اكتشف فين السايلنس ديتكشن، اكتشف ايه فين السايلنس وشيلها كلها. وابتدي انا بقى اشتغل واسمع بان انا اشيل الحاجات الاخطاء. وعلى فكرة برنامج في المرة برضو بيبقى فيه بيشيل الأخطاء، بس للأسف ليه مش بيدعم العربي يعني. أنا كنت بس عايزة أنزل هنا كده. هقول بس آخر حاجة من الحاجات، أو مش آخر حاجة، لأ هي في حاجتين. منها إن أنا أقدر أنشئ مؤثرات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإن أنا أعمل حاجة اسمها ستوري بورد. الستوري بورد دي إيه هي؟ لو أنا بشتغل مثلا عندي فكرة وعايز أحولها لفيديو مدفوع، بس هو اللي بيدعم AI؟ لا طبعا لا، المجاني كمان هبقى أوريكم دلوقتي. طب بصوا، انا هكمل وهبص على الحاجات بتاعتكم كلها وهجاوب عليها، تمام؟ بس عشان خاطر ايه ما نقطعش تسلسل الافكار على الناس، هجاوب على كل الاسئله. طيب، في الستوري بورد دي يعني ايه؟ الستوري بورد دي انا بستغل فيها حاجه زي شات جي بي تي او جيميناي. ان انا عندي فكره وانا عايزه احول الفكره دي لفيديو، فانا عايزه يقول لي ايه السينز، المشاهد تبقى شكلها عامل ازاي، ويديني مقترحات. وفي الاخر انا باخد الحاجات دي وابتدي بقى، لا اما انا هطبقها بنفسي، لا اما هاخدها على اداة من ادوات الذكاء الاصطناعي تعملها لي كل ده. طيب هو انا برضو ماشي هجاوبكم على كل الحاجات ديت، بس هو على فكرة بيطلع حاجات حلوة جدا يا زينب، بس المهم تبقي عارفة تعمليها ازاي. آم، طيب انا هوقف، بس انا هعمل الشير ده عشان ادخل على البرامج نفسها. م? تمام. طيب انا ايه البرامج اللي عندي اللي انا اتكلمت عنها وقلت ان انا عندي فيها ادوات للذكاء الاصطناعي؟ عندي قلنا فيلمورا، وعندي قلنا كاب كات، وكمان انا عندي مواقع بتعمل لي فيديوهات توتالي بالذكاء الاصطناعي. بس برضو هحتاج ان انا اكون عملت الاول ممكن استخدم شات جي بي تي او جيميناي ان هو يكتب لي سكريبت، وبعدين ادخل على المواقع دي وابتدي او يعني اعمل لي سينز او كده، وابتدي ان انا ادخل على المواقع دي واعمل فيه. والمواقع دي متقسمة لكذا نوع. انا عندي كذا نوع من المواقع اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي. في عندي مواقع بتعمل لي حاجة اشبه بالصور وتحركها، في مواقع تانية بتعمل فعلا فيديو متحرك، في مواقع بتجمع لي استوكات من النت، يعني هي عندها استوكات كتير قوي وهي اللي بتكون لي الفيديو من الاستوكات. انا ده اسوأ واحد ما بحبوش بصراحة يعني، اللي هو بيجمع الاستوكات ده. طيب هنستعرض بقى كده سريعا برضو عشان خاطر احنا وقتنا قليل قوي، فهنستعرض البرامج اللي احنا اتكلمنا عنها دي. فانا عندي مثلا كاب كات ده النسخة بتاعت الديسكتوب، وده اللي انا بقول اللي كان بيسأل. انا عندي جواه حاجات كتير جدا، انا ممكن ادخل على اي فيديو من دول، ومجانية. لكن لو انا هشتغل على الفيرجن اللي موجود التطبيق، فالتطبيق لانه بصراحة التطبيق احلى، التطبيق اسهل واسلس في التعامل. وكمان هو لانه هو معمول للكرييتورز اللي على التيك توك، فهو عامل، هو عارف الجمهور بتاعه، فهو عارف ان الجمهور بتاعه اكتر موجود على الموبايل وبيستخدم الموبايل، فبيخلي الموبايل ابلكيشن
هي اللي مدفوعة، أغلب الحاجات فيها مدفوعة. لكن لو أنا دخلت هنا ده الكاب كات من الديسكتوب، هلاقي إن أغلب الحاجات لا، موجود حاجات كتير جدا مش مدفوعة. يعني أنا لو أنا دخلت في هنا في الامبورت دي، جواها حاجة اسمها ستوك ماتيريال هنا مثلا. كل دي أي حاجة مش مكتوب عليها مدفوعة برو، فهي مش مدفوعة. كل دي ستوك ماتيريال جواه. لو دخلت في الستيكرز، اي حاجه كل ده مش مدفوع. بينما انت لو دخلت على الموبايل ابليكيشن هتلاقي 90% منهم مدفوع. كمان الترانزيشنز او الانتقالات اللي احنا بنستخدمها لما بنيجي نقص ونبقى عايزين نعمل ترانزيشن، كل دي ترانزيشنز مش مدفوعه. فين المدفوع؟ مفيش مدفوع. عشان كده انا بقول للناس انه حلو جدا ان انت تشتغل على كاب كوت من اللابتوب او الديسكتوب، يعني الكمبيوتر او كده، ان انت تستفاد فعلا من انه هو مجاني. يعني الحاجات الفلاتر مثلا، شبه تقريبا كل الفلاتر على الموبايل ابليكيشن مدفوعة. لكن لو انا برضو هشتغل عميل زي ما قلت، وحابب ان انا اشتغل وادفع، ايه المشكلة ان انا ادفع مبلغ معين وبعد كده الصوت بيبعد ويقرب، الشاشة مش بتتغير بجد؟ يعني انا الشير مش ظاهر عندكم؟ تعالي لا نشوف كملي الشير يا تاني. دكتور اسماء. تمام، شغال. انتوا كده الفلاتر والستيكر كنت انا شايفاها اه تمام، اصل في حد قال لي انه مش ظاهر. اه، ما انا مش عارفه تمام. قصدهم على طيب. ايه، بس انا كنت شايفه الحاجه قصادي الفلتر جه يعني هو ده اللي انت تمام. بتقوليه، بس ما تمام. جبتش اكتر من كده، صح؟ تمام. اه لا لا، ما تمام. المايك تمام. بس خدي بالك لما بتبعدي الصوت بيوطى، فهي دي بس يعني. ما ممكن، ما انا بحرك اه بتحرك بقى فالمايك بيتحرك. تمام ماشي. طيب يعني بس كله سمع انه انا عندي دلوقتي كاب كات ده بيتيح لي. هنزل بس ديت عشان خاطر نشوف. عندي فيه افكت، وعندي فيه ستيكرز، وعندي فلترز، وعندي حاجات كتير قوي اقدر العب في الالوان، اقدر اقص واشتغل. كل ده كاب كات بيتيحولي مجانا. بس هو فيه عيب بالنسبه لي، ان هو مش هقدر اشتغل عليه غير فيديوهات قصيره. ده ممكن يكون عيب بالنسبه لحد مثلا زي بيتعامل مع عميل بيحتاج ان هو يشتغل فيديوهات طويله، بينزل فيديوهات على اليوتيوب، بينزل فيديوهات على الفيسبوك، فالفيديو طويل دقايق. هتلاقي كاب كات تقيل على الديسكتوب، وبالتالي هو خيار الأمثل لو أنا هشتغل ريلز أو شورتس، حاجات قصيرة. فهو بالنسبة لي الخيار رقم واحد. جواه ماتيريال كتير جدا مجانية، وعايزة أقول لكم إن أنا برنامج المدفوع اللي أنا بدفعه اللي هو في المورا ممكن ما يدينيش الماتيريال دي بالمجان، ولاقيها على كاب كات بالمجان. فانا بختار البرنامج على حسب احتياجي والشغل اللي انا بشتغله. انا بشتغل مثلا على صفحات سوشيال ميديا، وما بنشتغلش حاجه غير ريلز وحاجات قصيره. والله جو اهيد واشتغل على على كاب كوت، واستفاد من المجاني بتاعه طول ما انت قادر. لو انا بشتغل قررت ان انا هحترف الفيديو اديتنج وهيبقى ده هو شغلي، فانا هحتاج ان انا اشترك على برنامج زي فيلمورا عشان خاطر يديني السماحية ان انا اشتغل على فيديوهات طويلة، وان انا اقدر اشتغل حاجات معقدة شوية اكتر. احنا قلنا يعني زي ما شايفين كده في الفيديو ده اللي انا حطاه، ده فيديو بتاعي انا، دي مش الخلفية خالص بتاعتي خالص. هو ده الفيديو ده قبل التعديل، يعني انا عدلت عليه اكتر من كده. بس الفيديو دي مش الخلفية بتاعتي، انا مصورة في البيت عادي، وكان خلفية ورايا حاجة اسمها اكوستيك فوم، حاجة عزل صوتي كده، وانا غيرت الخلفية خالص وخليت الخلفية بالشكل ده. طيب في عندي إيه برنامج تاني مميز احنا اتكلمنا عنه؟ هو احنا اتكلمنا عن برنامج فيلمورا. طبعا الديتيلز والتفاصيل بتاعت كل حاجة يعني
اغلبنا بيصور من الموبايل زي وقت الفيديو لحد قد ايه على كاب كوت. هو طبعا بتختلف على حسب جودة الكمبيوتر بتاعك. يعني لو انت تشتغل على كمبيوتر وامكانياته احلى شوية، كل ما كان الامكانيات اعلى كل ما انت قدرتي تتعاملي اكتر على كاب كوت بأريحية اكتر. بس انا بالنسبة لي بعتبره اللي هو ريلز دقيقة دقيقة ونص بس. طيب دي كده اوبشنز كتير قلنا انها موجودة في برنامج كاب كوت. وعندي كمان برنامج تاني اسمه فيلمورا. فيلمورا ده فعلا مميز بالنسبة لي جدا في شغل الفيديوهات الطويلة، وجواه حاجات أدوات ذكاء اصطناعي كتير جدا. زي مثلا أنا لو ضغطت على ده كده وعملت كليك يمين هيقول لي حاجة اسمها سمارت إيديت تولز، ومنهم حاجة اسمها سايلنس ديتكشن. لو أنا ضغطت عليها هو هيبتدي، بس أنا مش هضغط عليها لأن ده لأن ده اوريدي أصلا أنا صوت أنا عاملاه بتاعي أنا، وعاملاه على برنامج أدوبي أوديشن ومظبطاه وكل حاجة. بس انا لو عملته لو جربته حتى ممكن اجربه معاك والغيه عادي كده عادي. وقلت له انالايز. هياخد مني ثواني او دقايق على حسب طبعا طول الفيديو بتاعي، وهيبتدي ان هو يقطع لي الفيديو ده مقاطع 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 على حسب هو قايسها هو ان هو هيسيب لي وقت ميديوم ديوريشن نص ثانية. نص ثانية ينفع فون، بينفع تليفون، بس هو احنا دلوقتي هنتكلم لسه ونقول برضو ايه مشكلة فيلمورا. طيب إيه هيقطعه لي، وانا كده هقول له فينيش اند ريبليس لما يخلص طبعا. هقول له فينيش اند ريبليس، وانا كده هيبقى معايا الصوت كله. خلاص انا شلت كل الزيادات بتاعة الصوت. فدي تول بالنسبة لي كانت معجزة، لان كم الوقت اللي كان بيضيع في حاجة زي كده رهيب. طبعا في حاجات كمان تولز جواه تانية. وفي حاجات منها لو انت هتشتغل محتوى اجنبي مثلا هتلاقي ان انا ممكن اقدر اشيل الزيادات بالكلام، يعني تكست، يعني اشيل يحولوا لي التكست وانا اقص حاجات كتير جوه. بنتعلمها طبعا في كلها، سواء الخطوات كلها بتاعه المونتاج وخطوات ازاي نستفاد من ادوات وكل حاجه من دي بناخدها في الكورس طبعا بالتفصيل. ممكن نسيب ده يقطع براحته عشان ما نضيعش وقت، وادخل معاكم بعد كده في تول تاني مهمة جدا جدا جدا. يعني ايه الزيادات بتاعة الصوت، الدوشة والنفس والأخطاء. هي ردت عليك يا جيري. الزيادات هنا اللي انا هنا هشيلها بالذكاء الاصطناعي هي الوقفات. يعني انا اتكلمت ووقفت، محدش بقى هيقعد يستناني اتكلم تاني، انا لازم بشيل كل وقفة زيادة. هنا الوقفة هنا بتتقاس ان الوقفة المظبوطة نص ثانية. نص ثانية، انا مش عايز اكتر من كده عشان الفيديو ما يطولش معايا، والناس يعني الناس هتقعد تسمع ليه ان انا باخد نفسي وانا قاعد مرتاح وانا بتكلم. لا انا مش عايز كده، انا عايز الفيديو شغال ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ انا قلت ان انا هدخل دلوقتي نستعرض حاجة تانية مهمة جدا. ان انا عندي برامج كده، ان انا قلت لكم اشهر اتنين بنستخدمهم في المونتاج وهو فيلمورا وكاب كات بالنسبة لي. الباقيين هتلاقيهم شبههم. يعني لو هتدخل على في ان على انشوت على اي حاجة، كل دول من الاخر يعني شبه بعض. وانس ان انت اتعلمت كاب كات هتعرف تشتغل على في ان. هتختلف من البرنامج ده للبرنامج ده في اختلافات بسيطة، بس في الاخر هما زي بعض. وزي ما قلنا ان انا بختار كاب كات للمميزات اللي انا ذكرتها. عندي بقى لو انا حابب ان انا اكريت فيديو، انا ما عنديش فيديو وعايزه اكريت فيديو. قلنا ان انا الاوبشنز اللي عندي ان انا لا اما هشتغل على استوكات، يعني ان انا هكون انا بعمل فيديوهات انا بنفسي خطوه بخطوه كده، واقعد انا اعمل فيديو وانشئه حته بحته واشتغل على. انا بالنسبه لي بشتغل الانشاء اللي هو حته بحته ده على كانفا.
يعني مثلا ده كده فين فيديو هنا وريهولكم. ده فيديو معمول على كانفا. طبعا هو الفيديو ده له صوت شغال، بس طبعا انا عارفه ان انا شغاله من على اللاب فمش هتسمعوا الصوت، وانا مش شغاله. انا الفيديو ده انا عاملاه، ما انا اكيد مش ما بشتغلش انا موشن جرافيك ولا عندي كرتون ولا بتاع. كل ده معمول كده من على كانفا عادي. طيب انا مش هكمل الفيديو برضو عشان خاطر الفيديو طويل شويه. طيب ايه تاني انا ممكن اشتغل عليه ويطلع لي نتائج مذهله؟ موقع اسمه موقع ان فيديو. وناخد بالنا ان موقع ان فيديو ده فيه موقعين. م- ممكن ادخل صور منتجاتي على فيديوهات. ممكن تدخلي صور منتجاتك على فيديوهات، بس طبعا لازم يعني الموضوع لازم يتعمل باحترافية. آم، عشان تقدري ان انت تحطيها وتقدري. الموضوع ده ممكن سهل اكتر على مثلا حاجة زي كانفا، لان احنا بيبقى عندنا حاجة اسمها في كانفا في عندنا سوري ما هقولها لك. موك ابس. في عندنا موك ابس من النت. ممكن اعرف معمول ازاي على كانفا. معمول ازاي على كانفا؟ ممكن تعرفي معمول ازاي على كانفا؟ لا ده قصة بقى. معمول على كانفا. كل دي حاجات موجودة في كانفا. ده احنا بناخدها خطوة بخطوة، وازاي ان انا امشي بقى. ازاي هعمل اجيب الماتيريالز بتاعتي، ازاي احطها، ازاي اعمل آه، ادور على الحاجات ازاي. هو انا سؤالك يا سارة مش عارفة افهمه بصراحة. ايه من النت وده متاح في الكورس؟ ايه هو اللي متاح في الكورس؟ مش فاهمة. من تمبلتس جاهزة؟ اللي انا عملته ده مش تمبلتس جاهزة. اللي انا وريته لكم ده مش تمبلت جاهزة. وده طبعا ده كان من الحاجات اللي احنا بنتعلمها في الكورس، ازاي ان انا اعمل ده مش من تمبلتس جاهزة. ده سهل. ايوه ايوه ده موجود. ده بنشتغله على كانفا. ايوه. ده بس بالنسبة لي أنا برد على سؤال سارة اللي هي عايزة تدخل مناجاتها على الفيديوهات. تمام. ده بنشتغله بنعمله سواء على كانفا، سواء لو انتي عندك فيديوهات اصلا بنعملها على يعني. بس عادة بنعملها على كانفا لان بيبقى جواه فيديوهات كتير جدا جاهزة. سارة انتي عندك منتج وعايزة تدخلي المنتج ده في الفيديو، صح؟ يعني يبقى المنتج ظاهر في الفيديو. ايوه ممكن. كل حاجة ممكنة. ان انا ممكن اوريكي دلوقتي ان انا لو دخلت انا هنا كانفا دي عندي حاجة اسمها فيديو. هختار نوع الفيديو اللي انا عايزاه. ودي من المميزات هنا برضو في كانفا ان هو بيسهل عليا الموضوع. ما بقعدش انا اختار اسي مثلا ان انا اخدت فيسبوك فيديو. طيب هو بيحمل دلوقتي. طيب انا هتكلم عن كانفا سريعا كده عما هو يحمل. احنا قلنا ان كانفا ده من الحاجات اللي انا بستخدمها كويس جدا في دكتور انشاء اسماء ممكن الفيديو. تعلي صوتك سنه؟ اعلي صوتي اكتر؟ يعني بصي يعني زعقي كده شويه ماشي يعني زي ما ماشي تقولي حاضر حاضر. ماشي. ماشي حاضر. طيب وخلينا كده نخلص سامعيني؟ ده. كده حلو قوي. وبعد ده بقى معلش خلينا ندخل على ان فيديو. وبعد كده لو في تمام. استفسارات نعملها تاني ماشي عشان نوريهم برضو تمام. ان فيديو بعد ما تخلصي تمام. جزئيه كانفا دي. انا بحاول والله اه اه اوريكم الفرايتيز. انا بحب ماشي. دايما ان انا اوري الناس انه في اوبشنز كتير، وانه الموضوع مش حاجة واحدة.
لا، انا بعمل اكتر من حاجه، وكل حاجه بتفيدني في حته وبتخليني اعرف اتعلم او اشتغل حاجه مش هقدر اشتغلها على على البرنامج التاني. طيب عشان كده بحب دايما اخد جوله دايما في كل البرامج عشان يبقوا على درايه. طيب انا هنا ده كانفا. طبعا ليه واجهة وليه تفاصيل مش هنقدر ندخل فيها دلوقتي، بنبقى عارفين ازاي كل حاجة بنشتغل عليها ازاي. بس سي ان انا عايز ان انا استخدم فيديو هو جواه هو اصلا elements. من ضمن الاليمنتس دي فيديوز. لو انا قلت له مثلا انا عايز فيديو هنا عن ماونتنز مثلا، او انت كنت عايزه ايه مطعم، نقول له ريستوران. هو بيكتب ولا مش بيكتب؟ اوكي. انا عايز ريستوران مثلا، مطعم. هنشوف كده ايه اللي ممكن يوريه لنا في السريع كده. ده فيديو مثلا، دي فيديوهات اهي، فيديوهات مطاعم. هو النت تقيل شوية عشان طبعا الزوم مفتوح وكمية البرامج والحاجات اللي انا فاتحاها، فهي تقيلة قوي. فسي بس هما زي ما انتم شايفين هما كلهم برو يعني الموجودين. او ممكن نجيب كافيه. يعني سي مثلا هنجيب حاجة زي كده، نزلتها. طيب لو انا مثلا عايز احط حاجة هنا، فانا عندي حاجة اسمها موك ابس. دي اللي بتخلينا نشوف ازاي انا ممكن احط منتج او حاجة واحطه على الموك ابس. دي اشكال كتير جدا. زي مثلا انا عندي مج بتاعي اهو، انا اختار الموك اب ده. تقيل قوي، معلش النت. خلينا مثلا نختار الاول صورة. اهو ظهر، اهو هيظهر ان شاء الله. عفوا. طيب هو مش راضي يظهر معي. اهو ظهر اهو، تمام. هو ظهر 20 مرة واحدة بقى. طيب انا المفروض ان المج ده اللي هو ظهر واختفى ده، المفروض ان انا مثلا هحط عليه صورة انا مثلا ببيع مج وعليه صورة معينة مثلا. ده الحاجة بتاعتي. مثلا عليه قط، يعني اي حاجة بقى عشان أو ماشي اي حاجة. طبعا ده بيبقى صورة المنتج بتاعي بقى. انا جايبه لكم هنا البتاع عشان بس تبقى يعني ايه متصورين الفكرة يعني. وانا كنت عايزة قطة مش عربية. حاجة كيوت كده. خلينا ناخدها جرافيك، تبقى حاجة لطيفة. يعني سي مثلا ان انا جبت ده كده. ماشي. ده هنا على. يبقى انا ممكن اما هو يخلص كده نبص اشوف في المرقطع البتاع ده لسه شغال فيه. هو بس عشان خاطر طبعا ان انا فاتحها تابس كتير قوي. البرامج دي مهما كان هي برامج تقيلة. هو ف البرامج مش هتشتغل كلها مع بعض في نفس الوقت، خلينا نركز في اه حاجه
علشان نخلصها، لان كلهم مع بعض كده مش هينفع. ماشي. طب خلاص ماشي. تحب انا هقفل في المورا؟ طيب يعني خلاص اظن الفكرة وصلت. خلاص كده انا هقفله عشان خاطر ايه، عشان ما يتقلش الجهاز قوي. تمام. والمفروض ان انا احط ده هنا مثلا، يعني هنفترض يعني انا طبعا الحاجات دي بتاخد مننا وقت في الشغل. المونتاج عايز صبر يا شباب، والحاجة لازم تتظبط صح عشان تطلع الحاجة احترافية. طبعا يعني ده مج كبير جدا على الترابيزة، بس يعني هي في النهاية دي مش حاجة احنا عاملينها حقيقية، انا بفهمكم الكونسبت بس. والمفروض ان انا هنا كنت مختارة صورة بس عشان قفلت بس راحت. تمام. هي دي الافكار اللي احنا بيستخدموها عشان يضيفوا ان انت تضيفي حاجه او شكل معين او صوره معينه جوه فيديو او جوه حاجه وانها تبقى شغاله. بتبقى حاجه زي كده. آم، اهي ظهرت اهي انا ممكن اكبر كده عشان تشوفوها. شايفين بقى عندي مج عليه صوره طبعا لو انا عندي المنتج بتاعي اوريدي، فانا مثلا يعني انا بفهمك ان دي حاجه اوريدي ممكنه، ممكنه، بس طبعا لازم تختاري بقى الصوره صح، تختاري الفيديو صح، تبقي عارفه ازاي تحطي الحاجه في مكانها وهكذا عشان يطلع في الاخر معاكي حاجه كويسه. طبعا ده برنامج جميل جدا وجواه تفاصيل كتير جدا جدا جدا. انا برنامج كانفا ده بالذات بقعد اشرح فيه ساعات طويله، لان جواه ديتيلز كتير قوي. وغير كده ان هو في حاجه كمان اسمها ماجيك استوديو، بتساعدنا كمان ان احنا نعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، وساعات بتطلع حاجات حلوه جدا فعلا. طيب طيب. هنخش بقى فيديو. للي بعده عشان خاطر بس دكتور اسماء، خلينا ان فيديو بقى، يعني ايه 5 دقائق في سريعا كده، السريع. ولو في اه في استفسار. السريع، انا مش اكيد مش هقدر ادخل في تفاصيل، انا بس بوريكم. هنخش هوم، ده كده في البروجكت. انا عايزه اطلع بره بس عشان اوريكم. ده انفيديو استوديو مش انفيديو اي اي. تمام، عشان في اتنين، في حاجتين، في انفيديو استوديو في انفيديو اي اي. الانفيديو استوديو ده اللي موجود عليه تمبلتس، وانا هنا لما ادخل كده في التمبلتس بلاقي آلاف التمبلتس. ميزته ان هو بيديني فيديوهات زي فيديوهات الموشن الجرافيك اللي بيدفع فيها فلوس كتير. وفي النهاية أنا الفيديو أنا ممكن أخلصه في ساعة، في ساعتين، على حسب بقى إيه الحاجة اللي أنا عايزة. زي وأنا مثلا واقفة كده على تمبلت أهي بتوريني، بفلتر من خلال في الجنب ده أنا عايز إيه، عايزه لاندسكيب ولا سكوير ولا بورتريه، إيه نوع الفيديو اللي أنا عايزه، وبختار وببتدي إن أنا أشوف التمبلتس إيه هي. وميزته إن أنا لما بدخل في تمبلت أنا كل حاجة في التمبلت دي قابلة للتعديل. يعني انا لو دخلت كده وقلت له use this template، هتلاقي لما يفتح هتلاقي ان كل حاجة قابلة للتعديل. انا ممكن اعدل الصورة، ممكن اعدل اللوجو بتاعي احطه، اعدل حتى الميوزك دي لو مش عاجباني انا من خلال الاوديو اقدر اعدلها، ومن خلال الميوزك دي اقدر اعدلها او اضيف الحاجة بتاعتي. آم، بتبقى كل حاجة موجودة هنا وهنا في الجنب كده. ده بيبقى عندي الاليمنتس اللي موجودة وبقدر أعدل في الفيديو. هرجع لورا تاني معلش عشان أنا عارفة إن انتوا زهقتوا جدا. طبعا ده برضو بنشرحه بالتفصيل وإيه التريكات اللي فيه، لأنه في بعض التريكات شوية عشان خاطر الفيديو ما يبوظش مننا. أنا بس حابة آخر حاجة إن أنا أوريكم حاجة أنا عملتها برضو على موقع جميل كده، موقع ذكاء اصطناعي بقى. أم، اسمه، هو موقع صيني عشان برضو يبقى احنا كملنا قصة الذكاء الاصطناعي. في ان انا دي مثلا ستوري، انا كل دي انا حاجات فيديوهات انا عملتها بالذكاء الاصطناعي عشان ده بروجكت انا شغال عليه.
الموقع اسمه هيليو اي اي، وممكن احط لكم لينك ليه دلوقتي لو انتوا حابين يعني ان انتوا تجربوه، تخشوا تجربوه. عملت الفيديوهات ديت من عليه. انا هحط لكم برضو لينكات، مجموعة لينكات لحاجات يعني هتفيدكم. هحطها لكم في الشات دلوقتي. يعني ده مثلا ده موقع لينك ان فيديو ستوديو، عشان خاطر ما تتلخبطوش، لانكم ممكن تقعدوا تسيرشوا تلاقوا نفسكم بتدخلوا على ان فيديو اي اي. وان فيديو ده يا دكتور اسماء اللي احنا بنوفر فيه الاشتراك عشان يشتغلوا من وايوه، لان هناك. هو مدفوع، عشان اه، خاطر هو المجاني هيلاقوا بتاعه مش هيديك التمبلت حاجة. دي كلها مفتوحه معاهم، التمبلت اللي ايوه، هيشتغلوا وتقدر عليها الفيديو. تشتغل وتقدر احنا لقينا ان ده هيسهل على الناس، ان هي عشان احنا حابين الناس تجرب بنفسها فعلا وتطلع منتج وتقدر تحطه في البورتفوليو، ما يبقاش مجرد ان انت عرفت طب خلاص ايوه انا عرفت التول دي والله انا مبسوط بيها جدا وهجرب كده، بس بعدين بقى ابقى اشترك. فعشان خاطر ما تكسلش وتشتغل، ده بيبقى. انا موجودة معاكم على الجروب يا سارة. وفي موقع تاني اللي هو بنعمل بيه، هبعته لكم برضو اللينك عشان برضو يبقى معاكم لو انا حابب ان انا اعمل ساوند افكت بالذكاء الاصطناعي. 11 لابس، ولو انتوا عارفينه 11 لابس ده الناس بتستخدمه كتير في انها تحول الصوت لبتاع، لكن انا شخصيا ما بستخدموش كده. انا بستخدم دي تكست تو اس اف اكس. اس اف اكس ده اختصار الساوند افكتس. بقدر هنا اكتب له شرح للي انا عايزاه، وهو يطلع لي، واقول له جنريت وهو يطلع لي ساوند افكت. انا بقى لا عليها حقوق ملكية ولا انا. ولو انا حاجة في دماغي مش قادر الاقي لها ابدا ساوند افكت، انا هعمل انا ساوند افكت. ودي كانت حاجة من الحاجات اللي انا اتعلمتها واتبسطت بيها جدا، لان الساوند افكت دي من الحاجات اللي بتبقى بتفرق وبتنقل الفيديو بتاعي في حتة تانية خالص. انا كده استعرضت معاكم. انا بصراحة الوقت ضيق جدا، فانا والله كنت محضرة كمان شوية شوية لينكات مواقع تانية وحاجات تانية، بس الوقت معانا. انا طولت قوي ممكن ان شاء معاكم. الله نعرض، ممكن نعمل سيشن تانية للادوات دي، تعرضيها بالتفصيل، يكون بقى مفيش الانترو بتاعت الاول، نشتغل على التول دي مثلا. ماشي. اه ممكن نشتغل على حتى طول واحدة او حاجة بس. احنا ممكن ناخد هدير هل بلد كده متاح باينه على عامله الموبايل لنا. اللي هو ايه؟ انا عايزة بس اشوف عشان انا ماشي. ممكن اكون في اسئلة ما جاوبتهاش. ساوند افكت في الكورس، مش فاهمة ايه ساوند افكت في الكورس. احنا بنتعلم ازاي نجيب الساوند افكت ده. ده ساوند افكت ده يعني موسيقى، المؤثرات الصوتية دي، زي وانتي بتتفرجي على فيديو تلاقي صوت كاميرا، صوت خبطة، صوت حاجة بترفرف، يعني اي صوت كده حاجة، دي اسمها ساوند افكت. بنتعلمه اصفر. يا حبيبتي احنا مش يعني احنا مش بنكريت الساوند افكت، انا بوريكي هنا ازاي لو انا عجزت عن اني الاقي ساوند افكت مناسب انا بكريته بقى. ده حاجة جديدة بالذكاء الاصطناعي بتوفر وبتسهل عليا ان انا بتعلم ازاي اجيب الساوند افكت احطه على الفيديو و... واعمل له تايمنج مظبوط عشان خاطر يجي قصاد الاليمنت اللي انا لما يتحرك. يا دوب داخلة بدأت بقاله. احنا خلصنا يا غدا. عموما تقدري تتفرجي على التسجيل ان شاء الله لما ينزل على اليوتيوب. في حد تاني له ذكاء اصطناعي ولا دبرة؟ زينب معلش انت كنت بتتكلمي ال11 لابس. وال11 لابس ده ده موقع لو حد حابب ان هو يعمل فويس اوفر بالذكاء الاصطناعي. تمام. بس انا بستخدمه انا كاسماء، بستخدمه في انشاء الساوند افكتس بالذكاء الاصطناعي. تمام. هل متاح على الموبايل اللي هو ال11 لابس يعني او البرامج دي؟ طيب ال11 لابس متاح على الموبايل. الهيليو اي اي متاح على الموبايل. استوديو او ان فيديو
هو غير متاح على الموبايل بالشكل العادي، بس احنا برضو في تركاية كده بنشوفها ازاي ان احنا نقدر نقلبه ونخليه يدخل برضو وندخل مع الموبايل، عشان انا ما بحبش حد يعجز عن شيء يعني. ممكن تشغلي الفيديو. كان انه فيديو يا سارة، انا مش عارفة انت تقصدي إيه. اوكي ماشي، هبعت لكم اللينكات كلها على على جروب الواتساب، عشان خاطر برضو اي حد مش عارف ياخد اللينك. هل في اي سؤال تاني انا في ممكن ما ناخد هدير جاوبتوش؟ بس، ناخد هدير وإسراء وخلود اللي عاملين ريز هاند. بس يا بنات سريعا اللي عامله ريز هاند، يعني احنا قدامنا بالظبط 5 دقايق ولازم نقفل بقى، فعشان خاطر طولنا على الناس وفي شويه تفاصيل كده نوضحها. فهدير هفتح لك الصوت، اتفضلي كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة استفسر، هو أنا مثلا لو أنا عاملة محتوى على قناة يوتيوب، بس تمام. كنت عاملاه متخصص، هو محتوى شخصي ليا. كنت عاملاه ايوه. متخصص يعني مثلا في الخياطة وكده، وبعد كده عملته متنوع، يعني طلعت بره المحتوى ده. فدلوقتي هو مم. فيه مشتركين بس ما فيش مشاهدات. فالمشكلة عشان دلوقتي. خاطر انت هي دي حتة تسويق يعني، بس انا هرد عليها برضو عشان دي حاجة انا فاهماها. ده غلط طبعا. لما تعملي قناة أو تعملي أي صفحة أو أي حاجة، لازم يبقى ليها هدف واضح وليها نيش واضح جدا تشتغلي عليه، وهو ده اللي يبقى شغلك، لان انت كده لخبطتي الالجوريزم بتاع المنصه خالص، مش فاهمه انت عايزه ايه. المشتركين دول ممكن يكونوا اشتركوا لما شافوا فيديو مثلا، وبعد كده المحتوى بتاعك مش مناسب ليهم. فانا بشتغل على محتوى واحد بس، بنيش واحد، يعني حاجة واحدة. زي انت كنت بتقولي في الأول كنت بتشتغلي خياطة، يبقى هو كان المفروض يبدأ الخياطة، أو غيرت نشاط بقى يبقى أفتح قناة جديدة وأعمل من الأول حاجة واحدة بس وأفضل ماشي عليها. عشان خاطر أنا كده بلخبط الألجوريزم، وهو مش بيبقى فاهم انت ايه، انت بتاعت ايه أصلا. وغير ان انا النهاردة جالي متابع بيتابع الفيديو ده عجبه، بكرة مش عاجبه، لأن انت بتقدمي حاجة تانية خالص. طيب لو انا مثلا حسنت جودة الفيديوهات، ده يساعد؟ او انا عرفت الناس عليا انا شخصيا واتكلمت بقى في اي محتوى متنوع، ده ممكن يساعد لا برضو في لا المشاهدات؟ لا لا لا، لازم التخصيص، لازم تبقي بتتكلمي في حاجة محددة، في حاجة واضحة يعني. الناس اللي بتتكلم في المتنوع دي ممكن يكون حد بقاله معاه ملايين من المتابعين اللي هم بيتفرجوا عليه هو، يعني خلاص. فهو بقى بيتكلم في اي حاجة وكل حاجة وبتاع، ويخش يتكلم مع الناس وهي ناس قاعدة تتفرج عليه، يعني بقى شو بقى، مش موضوع. انما انتي حد لسه بادئ وعايزة توصلي، لازم يكون عندك محتوى متخصص. هي فشوفي انتي القناة اكتر بقالها. حاجة بتحبي تتكلمي فيها وكلمي فيها هي وبس. تمام. طيب هي القناة بقالها كام سنة يعني، وفيها 18,000 مشترك دلوقتي. بس أنا غيرت المحتوى فالمشاهدات قلت طبعا. فيعني في أمل منها، ولا حسنت الجودة بتاعت الفيديوهات، ولا برضو التخصص مهم أهم؟ انا قلت التخصص مهم، لازم تكملي. لو المحتوى بتاع القناة اتغير، انتي محتاجة تغيري القناة. يعني 18 ألف مشترك دول اشتركوا على محتوى تاني، فلا إما تكملي في المحتوى اللي كان جايب لك ال 18 ألف دول، لا إما انتي عايزة تغيري، يعني افتحي قناة تانية، يعني افتحي قناة تانية خالص وابدأي فيها. ودي نقطة تسويقية تمام. زي ما قالت لك دكتور أسماء يا هدير، اه. يعني مش ليها علاقة بالريلز اللي احنا بنتكلم فيها قوي يعني. إسراء اتفضلي، هعمل تمام. لك الصوت، وده آخر تمام. سؤال تمام. لإسراء. اتفضلي يا إسراء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا بشكر حضرتك وبشكر استاذه جيلان جدا على المحاضره، والله استفدت جدا من حضراتكم، يعني ربنا يجازيكم كل خير. ربنا تسلمي يجزي يا يا رب، إسراء. مش شكرا، تسلمي يا سارة. كان عندي سؤال. انا مثلا لو عندي فيديو بالمقاسات اللي هي بالعرض، يعني المقاسات العاديه، ينفع يعني او في تطبيق او اي يساعدني ان انا اطلع منه ريلز مقاسات بالطول، اجزاء من طيب. الحلقه، يعني لو حلقه مثلا طويله او عايزه اطلع منها اجزاء فيديوهات قصيره ريلز، بس بالمقاسات اللي هي مثلا بتاعه التيك توك والحاجات دي. طيب، هي الفكرة كلها لازم التصوير الأصلي يكون يسمح بذلك.
يعني طبعا انا اقدر اغير المقاسات واقدر العب فيها وبسهولة جدا على اي تطبيق من تطبيقات المونتاج ده. انا همسك الفيديو ده وانا هشده واحطه على المقاس واظبطه ومش عارف ايه، واخد الجزء اللي انا عايزه منه. بس هل التصوير من الاول سامح لي بكده، ولا هلاقي الفيديو في الاخر بقى مقصوص مقطوع منه حتة، بقى الوش مش باين مش باين، يعني فاهمة؟ آه. مم. التصوير من البداية لازم يكون واخد واسع، وايد، عشان خاطر يعني انا اقدر بقى احوله بعد كده، اقص منه، لانه انا كأني قصيت الجناب ومطيت الفيديو. فاهمة قصدي؟ لو مثلا تصوير مثلا اعلان تلفزيوني او اي حاجه من حاجات التلفزيون، هل ده امم يسمح؟ لا، لا ما طبعا. يسمح، صح؟ هيطلع مم. بايظ، لا هيبوظ. يعني الكلام ده احنا قلنا التصوير من البداية لازم يسمح لي. يعني انا مم. لو انا هصور، انا اللي بصور، لازم اكون عارف وانا بصور ان انا عامل حسابي ان انا اقدر بعد كده ان انا هاخد اجزاء مثلا من الفيديو ده واحولها لريلز. يبقى انا وانا بصور. هو عادة ده بيحتاج، يعني اكتر بيحتاج ان يكون مثلا معايا كاميرا او حاجة عشان اصور بريزوليوشن عالي شوية، او مثلا 2K 4K، الحاجات اللي هي دي كده بتديني مساحة واسعة قوي، فانا بقدر اقص. او حتى لو هصور بالموبايل، فلازم اكون بصور اولا بالكاميرا الخلفية عشان خاطر الريزوليوشن يبقى قوي ويبقى حلو. و فساعتها هقدر اوسع الكادر شوية، يعني ما اصورش قريب، ما بقاش لازقة في الشاشة، هصور اه. مثلا من بعيد. تمام. بحيث ان انا هقدر انا اجي او اقص او هحرك هغير مقاسات الفيديو عشان هاخد الجزئية اللي في النص مثلا اللي فيها الشخص اللي واقف بيتكلم، مثلا لو هو شخص واقف بيتكلم يعني طب هيبقى المقاس يعني اتفضلي. مثلا انا بشوف الفكره دي في الناس مثلا اللي بتعمل بودكاست وبينزلوه على اليوتيوب، فمقاسات اليوتيوب معروفه عريضه شويه، وبلاقيهم تمام. قاطعين بقى مقتطفات من البودكاست ده ريلز. فهل طيب التصوير هو ده اللي انا كنت بقولك بالفيديو عليه. طبعا ده بيصور بكاميرا احترافية، بيصور 4K، وبعد كده بياخد بيصور هو ال 4K ده بيدي قماشة واسعة قوي وكبيرة. ده؟ فهو بالتالي بيقدر بعد كده ان هو ياخد الفيديو ده وياخد منه مقتطفات. احنا لو بنصور بالموبايل وكده زي ما قلت لك، يعني ده اللي نقدر نعمله يعني. وده برضو جزء تصوير بقى. تمام، متشكرة جدا لحضرتك، شكرا شكرا جزيلا. العفو. شك... شكرا يا شباب، شكرا يا دكتور اسماء قوي. العفو. تعبتني. آه، اتمنى تكون الامور واضحه والناس استفادت، وحاول انزل التسجيل على اليوتيوب، واستاذنكم محتاجين كده ان شاء الله هبعت لكم نعرف الفيدباك على الفيسبوك كده، عشان الزملاء اللي ما حضروش يشوفوا التسجيل ويقدر يفيدهم. وزي ما قلت لكم اللي محتاج بقى تفاصيل، دكتور اسماء ممكن تبعت لكم اي اكونت بتاعتها على جروبات الواتساب. تمام. تبعت لكم لينكد ان بتاعها والصفحه بتاعتها. وزي ما قلت لكم احنا الاسبوع ده ان شاء الله الكورس مع دكتور اسماء هيبدا يوم 8، كورس 5 محاضرات بيبقى تطبيق عملي. وكورس الديجيتال ماركتنج زي ما احنا قلنا هيشتغل، وهي الناس هنضم على جروب الواتساب وهنبدا نذاكر مع بعض ونطبق. فهنقفل الحجز الاسبوع ده. فاللي عايز يشوف البي دي اف يستعرضه تاني بالتفصيل او يحجز يبعت لي على الواتساب. خليني احطه، ده لينك الواتساب اخيرا اهو. لينك الواتساب تمام عندنا في التسجيل، يبعت يطلب البي دي اف. واللي عايز يشترك يشرفنا ان شاء الله. واتمنى تكون المحاضره فادتكم، وهكون في انتظار الفيدباك الخاص بالمحاضره كده ننزله على الفيسبوك. شكرا يا شباب لجميع الحضور. شكرا يا دكتور اسماء. العافية. مع السلام السلامة. عليكم.